أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. أنا سعيد جدا بوجودكم معانا النهاردة، وبشكركم وبشكر شركة فارما برو إن هي ادتنا الفرصة ديت إن احنا نتقابل ونتكلم في الموضوع المهم ده. الأول حابب أعرفكم بنفسي. أنا اسمي المهندس محمد سمير. أنا مؤسس شركة ميديكس المشروعات المتكاملة للمقاولات في مصر، واحنا شركة مصرية متخصصة في تنفيذ حلول المياه الدوائية، خصوصا أنظمة الووتر البروفايد ووتر والدبليو اف اي ووتر. بدايه طبعا من المعالجه الاوليه والار او وحدات الاي دي اي، لحد الخزانات والشبكات التوزيع وحدات السي اي بي، الباسيفيشن والهيجينيك بايبنج. واحنا في ميديكس احنا عندنا يعني رؤيه كده ان احنا شغلنا مش بس مواسير، بالعكس احنا شايفين ان احنا شغالين في مجال يعني ليه تاثير مباشر على صحه الانسان، وده بيحملنا مسؤوليه كبيره ان احنا يعني نتقن العمل دوت، عشان احنا مش في مجال رفاهيه، بس هي دي امانه. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء. طاري ابوك بطاريتين، واحده حقت واحده حقتي ولا واحده ما لقيتها. الناس سامعيني كويس؟ حقات الشيء. لو حد بس فتح المايك ممكن يقفله علشان بس ما يشتتش حد. اتمنى ان الوقت اللي احنا هنقضيه مع بعض يكون مفيد وممتع، وان كل واحد يخرج من الويبينار ده ان شاء الله بمعلومة عملية مفيدة يقدر ان شاء الله يطبقها في شغله، وباذن الله نبدأ مع بعض على بركة الله. احنا النهارده هنتكلم عن الووتر سيستمز في الفارماسيوتيكال اندستري. طيب قبل ما ندخل في تفاصيل تصميم وتشغيل أنظمة المياه الدوائية، احنا لازم الأول نسأل نفسنا سؤال مهم جدا. ليه المية بالذات بتعتبر من أخطر وأهم العناصر اللي تخش في مصنع الدواء؟ المية في الصناعات الدوائية هي مش مجرد يوتيليتي بنستخدمها في الغسيل مثلا، لكن هي كريتيكال رو ماتيريال. احنا بنتكلم ان هي تقريبا مادة خام مؤثرة بشكل مباشر على جودة المنتج، وفي تقديرات بتقول ان هي بتخش في 80% من الصناعات الدوائيه. عادي، انا لو قالوا له مش هيقولوا له، اهم حاجه ياخد خطوه خلاص. الميه ممكن تكون مكون داخل الفورميوليشن، يعني في التركيبات النهائيه للدواء، وبتخش كمان في الاي بي اي اللي هي الماده الفعاله في الدواء. لو الميه مش موجوده في المنتج النهائي، فهي غالبا هتكون على الاقل استخدمت في تنظيف الخزانات والمواسير وماكينات التصنيع. طيب احنا عندنا هنا نقطه مهمه جدا لازم نتكلم عنها، ان اخر ميه بتلمس سطح المعده بعد التنظيف ممكن تكون اول مصدر يلوث الباتش اللي احنا هنحضره. يعني احنا ممكن نكون عملنا كل خطوات التصنيع صح، بس في الاخر شطفنا المعده بميه مش مطابقه، فاتاثرت على المنتج اللي هنعمله بعد كده بالمعده دي. طيب ايه هي انواع المشاكل اللي ممكن تحصل في الميه؟ اول خطر واهم خطر واللي الناس كلها بتعاني منه هو خطر التلوث الميكروبي. البكتيريا ممكن تخش النظام وتبدا تتكاثر جوه النظام، وبعد فتره تعمل حاجه اسمها البايوفيلم. طيب ايه هو البايوفيلم؟ البايوفيلم ده عباره عن طبقه لزجه بتتكون على السطح الداخلي بتاع المواسير والخزانات. بتقدر البكتيريا تعيش جواها وتحمي نفسها من مواد التطهير، يعني ما بتتاثرش تقريبا بالتعقيم اللي احنا بنعمله لها. والبايوفيلم خطورته ان هو ما بيظهرش في العينات. يعني انا النهارده ممكن اخد عينه وتكون نتيجه مقبوله جدا، لكن البايو فيلم موجود جوه الماسوره وانا ما بشوفوش غير بشكل مفاجئ. فاحنا لازم نضمن تصميم الشبكه وتشغيلها ان هو ما يسمحش يكون بايو فيلم اصلا في النظام.
وده هياخدنا لحته تانية خالص بقى، اللي هي الديد ليجز، او اجزاء المواسير اللي ما فيهاش حركه ميه كافيه، او مثلا انخفاض سرعه التدفق، الفيلوسيتي بتاعت الميه، ان يكون الميه ديت فيها ركود، او درجات الحراره بتاعه التشغيل درجات غير مناسبه، وعدم كفاءه برنامج التعقيم او خطوات التعقيم او الاسلوب بتاع التعقيم اللي انا بعقم بيه النظام. وعندنا كمان الاند توكسين. طيب هنتكلم على الانتوكسين ديت. الانتوكسين هي مش بكتيريا حيه، هي عباره عن سموم بتطلع من جدار بعض انواع البكتيريا، وهي ممكن تفضل موجوده بعد موت البكتيريا نفسها. يعني انا ممكن اكون خلصت على الميكروب كله، لكن لسه عندي بقايا اندوتوكسين في الميه، ودي حاجه مهمه جدا في الميه. الووتر فور انجكشن الدبليو اف اي بسويش ما طايحت. والمنتجات القابله للحقن. استاذن بس يا جماعه الناس اللي فاتحه المايك تقفله بعد اذنكم. احنا هنكمل كلامنا عن الجزء بتاع الرقابه بقى. يعني احنا عندنا منظمات زي الاف دي اي، ومنظمه زي الايما اللي هي وكاله الادويه الاوروبيه، وطبعا الدبليو اتش او اللي هي منظمه الصحه العالميه، بتدينا معايير ودساتير واضحه عشان نتعامل مع نظام الميه باعتباره ان هو نظام حرج. طيب عندنا حاجه زي السي اف ار 21، ده عنوان ضمن التشريعات الفيدراليه الامريكيه، والجزء رقم 21 ده متعلق اكتر بالاغذيه والادويه، لانه طبعا الاف دي اي. بس ما فيش رقم واحد بيحدد كل المواصفات بتاعه الميه دي. دون لحظه بس يا جماعه نقفل المايكات. واي فشل في جوده الميه دي بيفتح معانا انفستيجيشن. يعني ده هيأثر لنا على ان احنا ممكن يحصل عندنا رفض للباتش بالكامل، او ان احنا يبقى عندنا ملاحظات من الجهات الرقابيه، او يوقف الانتاج ويحصل لا قدر الله ريكولز، طبعا ان المنتج بتاعنا ان هو يتسحب تاني بعد ما بينزل الماركت. طيب يعني الرساله الاساسيه اللي احنا عايزين نوضحها في السلايد ديت ان الميه مش مجرد H2O2. نظام الميه بتاع الدواء احنا بنتعامل مع نظام حيوي ومتحرك. اي غلطه في التصميم او التشغيل او الرقابه ده ممكن يخلينا في الاخر نروح لمنتج غير سليم، وده في الاخر هيؤدي لمشاكل في التصنيع. وعشان كده جوده الميه ما بتبداش من تحليل المعمل، جوده الميه عندنا بتبدا من التصميم الصح بعد التشغيل المستمر والمونترنج والسانيتيزيشن والكواليفيكيشن والفاليديشن. بعد ما عرفنا بقى ليه الميه عنصر كريتيكال في الصناعات الدوائيه، السؤال الطبيعي دلوقتي هل كل الميه المستخدمه في المصانع بتكون بنفس الجوده؟ الاجابه هي لا. احنا ما بنختارش نوع الميه على اساس ان الجوده اعلى او افضل وخلاص، احنا بنختاره على اساس الاستخدام والمخاطر المرتبطه بالمنتج. ايه اشهر نوعين بقى ميه عندي في الدواء؟ عندي طبعا البروفايد ووتر اللي هو الماء المنقى يعني،
والووتر فور انجكشن اللي هي الووتر فور انجكشن اللي هي الماء المعدل للحقن. احنا هنا هنقارن ما بين الحاجات الاساسيه اللي بتفرق ما بين البروفايد ووتر والووتر فور انجكشن. اول حاجه عندي البروفايد ووتر. البروفايد ووتر دي احنا بنستخدمها غالبا في المنتجات اللي ما بتبقاش سترايل، زي الاورال برودكتس، زي الاشربه، زي التوبيكال فورميوليشنز اللي هي المستحضرات اللي بتستخدم على الجلد زي الكريمات والجل. كمان بنستخدم البروفايد ووتر في تنظيف المعدات وفي مراحل مختلفه من السي اي بي، زي البري رينز في بعض المستحضرات، وفي مستحضرات تانية ممكن نعمل بيها فاينل رينز لو المنتج اصلا اللي احنا بننتجه ما بيكونش ليه متطلبات الاسترايل. فهو عشان كده احنا بنقول ان هو بيستخدم في بعض مراحل السي اي بي، مش في كل مراحل السي اي بي، مش في البري رينز بس. وطبعا السي اي بي باختصار للي ما يعرفش يعني هي اختصار لكلمه كلين ان بليس، اللي هي الغسيل في المكان. احنا بنقدر نغسل المعدات والمواسير والتنكات في مكانها اللي احنا بننتج فيه المستحضر من غير ما نفكها ومن غير ما ننقلها لوش باي مثلا. ولازم ناخد بالنا ان المعده اللي بتستخدم في تصنيع المنتج الغير معقم زي ما احنا قلنا ممكن يتعمل لها فاينل رينز بالبروفايد ووتر. لكن لو احنا مثلا بنتكلم في معده مثلا بتستخدم في القطرات في تصنيع الانجكشن في الحقن مثلا، لا طبعا ما بينفعش ان احنا نعمل لها فاينل رينز بروفايد ووتر. فساعتها بنستخدم الدبليو اف اي ووتر، ده الجزء الخاص بالسي اي بي، لان هنا مستوى الخطوره طبعا بيكون اعلى. ولازم نفرق ما بين مصطلحين الناس بتتلخبط فيهم بالنسبه للووتر فور انجكشن. الووتر فور انجكشن نفسها هي مش منتج استرايل، يعني انا لما بنتج ووتر فور انجكشن من الديستيلر ده ما يعتبرش سترايل برودكت. لكن الووتر فور انجكشن الاسترايل هي منتج نهائي معقم ومعبأ وليه متطلبات اضافيه، اللي هو بيستخدم بقى في الحقن الوريدي او في الامبولز. طيب احنا بنتكلم هنا في الفروق ما بين البروفايد ووتر وما بين الووتر فور انجكشن في العد البكتيري. العد البكتيري المسموح به او الليميت المسموح به في البروفايد ووتر هو تقريبا 100 سي اف يو بير 1 ملي لتر، ده بالنسبه للبروفايد ووتر. في حين ان في الدبليو اف اي انا العد البكتيري المسموح بتاعي ان هو 10 سي اف يو بير 100 ملي لتر. طيب بالنسبه للانتوكسين، والانتوكسين دي حته مهمه جدا، احنا في البروفايد ووتر ما بنحتاجش نعمل تحليل انتوكسين اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده، اللي هو السموم اللي بتتبقى من البكتيريا. لكن اللي بنحتاج نعمل فيها طبعا تحليل انتوكسين مهمه جدا هي الووتر فور انجكشن، ولازم الليمت بتاعها يبقى اقل من 0.25 اندوتوكسين بير ملي لتر. طيب الارقام ديت هي ارقام استرشاديه، ما بتبقاش اكشن ليفلز. يعني الاكشن ليفلز الاول المحطات بتحط الشركات بتحط اليرت ليفلز ليها وبتحط اكشن ليفلز، وتبقى طبعا ايه ماشيه مع الجايد اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو الحاجات الاسترشاديه اللي هي سبيسيفيكيشن بتاعه الجايد لاينز. والحدود دي طبعا احنا بنعملها عشان بنبني عليها تقييم المخاطر ونوع النظام والبيانات التاريخيه اللي هي الترند اللي احنا بنسجلها طول فتره تشغيل النظام. يعني مثلا ممكن تكون النتيجه اقل من الاكشن ليفل لكن بتزيد مثلا كل اسبوع، فبيبقى عندي الترند كده مش سليم، فببدا ان انا اشوف ان انا عندي انذار مبكر مثلا لحدوث حاجه زي البايوفيلم. طيب الاي يو الانتوكسين اللي هي الاي يو معناها الانتوكسين يونت، وهي وحده قياس النشاط البيولوجي مش مجرد وزن الماده. اما البروفايد ووتر فبشكل عام ما فيهاش اختبار انتوكسين زي ما احنا قلنا، والدبليو اف اي هي الاهم فيها لاختبار الانتوكسين. لكن لو احنا عندنا مثلا سيستم او عندنا منتج معين بيستخدم البروفايد ووتر والمنتج ده في بعض المتطلبات الخاصه بالانتوكسين، فطبعا انا بلزم او المصنع بيلتزم بان هو بيعمل اختبار انتوكسين للبروفايد ووتر. الحاجه الثانيه اللي هي بنفرق فيها ما بين البروفايد ووتر والدبليو اف اي ووتر هو الكوندكتيفيتي. وهنلاحظ هنا
ان احنا تقريبا طبقا لليو اس بي اللي هي اليو اس فارماسيوتيكا فارماكوبيه، احنا بنتكلم ان تقريبا الحدود واحده اللي هي 1.3 مايكرو سيمنز بير سنتيمتر. دي بالنسبه للبروفايد ووتر وبالنسبه للدبليو اف اي ووتر، يعني تقريبا الكوندكتيفيتي واحده في الاثنين. البرودكشن ميثود اللي هي طريقه الانتاج، احنا بنتكلم ان احنا لما بنيجي ننتج البروفايد ووتر بننتجها عن طريق وحدات ار او زائد اي دي اي زائد يو في لامبس مثلا او يو في يونتس. ودي ده الطريقه الشائعه لانتاج الار او. يعني طبعا مع وجود بري تريتمنت هنتكلم عن التفاصيل دي مقدما شويه بالتفصيل اكتر يعني. احنا بس بنتكلم دلوقتي على الموضوع كوجه عام. واحنا بنتكلم ان ان الدبليو اف اي هي طبعا اشهر حاجه معروفه للووتر فور انجكشن هو الديستيليشن، ان احنا بننتجه عن طريق الديستيلر اللي هو التقطير. في طريقه تانية بينتج بيها الدبليو اف اي يعني الجائزه العالميه موجود فيها الطريقه ديت، مع الناس مش بتستخدمهاش قوي يعني، انها برضو الريجوليشن بتاعتها شديده جدا، اللي هي نعملها عن طريق ار او التر فلتريشن اللي هي بيسموها كولد دبليو اف اي. ما بتبقاش فيها ديستيليشن، بس لازم طبعا ان احنا نطلع في الاخر نفس المواصفات بتاعه الدبليو اف اي. طيب مين بقى اللي بيقول ان نظام الميه عندي صح او غلط؟ يعني هل في مرجع واحد ممكن نفتحه ونقول والله دوت هيقول لنا احنا ازاي ننتج مثلا بروفايد ووتر من اي تو زي 100% صح، او هننتج دبليو اف اي ووتر 100% صح؟ الكلام دوت مش موجود في مرجع واحد. الكلام دوت متقسم على كذا حاجه، فيا ريت بقى الناس تركز في الحته دي، لان الحته ديت هي من اكتر الحاجات المشوقه في السلايدز يعني. اول حاجه عندي هي الفارماكوبيه. الفارماكوبيه هي بتقول لي ان الميه لازم تحقق جوده قد ايه. تاني حاجه هو الجي ام بي اللي هو الجود مانيفاكتشر براكتس، بيقول لي ازاي ننتج الجوده دي ونحافظ عليها باستمرار. تالت حاجه عندي الجايد لاينز. ايه الجايد لاينز بتساعدنا نفهم لا لا ونطبق تدي استنى بس المتطلبات عشان انا عايزه اشوف المحاضره. عمليا على المخاطر. استني بقى اخش المحاضره. انت قدام في ودنك؟ اه. طب يا فين دي؟ ممكن بس اللي بيتكلم يقفل المايك عنده. هنتكلم بقى عن كل مرجع باستفاضه. اول حاجه عندنا اليو اس بي اللي هي الووتر فارماكوبيه بتاعه يونايتد ستيتس اوف امريكا. المرجع ده هو دستور الادويه الامريكيه. الرقم بقى الموجود بين العلامتين ده اللي هو الواحد 2 3 1 ده رقم الجنرال شابتر في الفارماكوبيه بتاعت امريكا. الفصل ده بيتكلم عن الجايدنس الشامله على انواع الميه الدوائيه، ازاي بنصمم وبننتج وبنخزن وبنوزع، وازاي بنعمل تحكم ميكروبي ونعقم وناخد عينات ونراقب ونعمل فاليديشن للميه. بس في نقطه مهمه جدا في الفصل ده. الفصل دوت هو مجرد انفورميشنال، يعني هو حاجه ارشاديه مش مونوجراف، يعني مش هو دوت اللي بيدينا الحاجات الالزاميه اللي احنا بنطبق عليها معايير الدبليو اف اي والبروفايد ووتر. لكن هو حاجه مهمه جدا طبعا ان احنا في التفتيش بنستخدمه كمرجعيه للاندستري بيست براكتس. واليو اس بي بيعلمنا فكره مهمه جدا، ان نظام الميه لازم نتعامل معاه كنظام كامل، بدايه من مصدر التغذيه لحد البري تريتمنت والجنريشن ونهايه بالديستريبيوشن لوب ونقط الاستخدام. يعني ما ينفعش اقول مثلا ان انا عندي ار او ممتاز وبالتالي عندي نظام ميه ممتاز. لازم يكون السيستم كله متكامل. بعد كده بقى هنخش على الاف دي اي، هيئه الغذاء والادويه الامريكيه.
في السي اف ار بارت 211، ودوت باختصار معناه ان ده الكود فيدرال بتاع الكرنت جود مانيفاكتشرنج الخاص بالمنتجات الدوائيه. وكلمه كرنت يعني احنا عارفين طبعا الجي ام بي، الناس كلها بتقول الجي ام بي، جي ام بي اللي هو الجود مانيفاكتشرنج براكتس. السي جي ام بي بقى اللي هو الكرنت جود مانيفاكتشرنج براكتس. لا يا بابا يا مان ايه معلش. وده معناه ان المعدات دي لازم تكون مصممه بالحجم والمكان المناسب للاستخدام والتنظيف والصيانه. والاسطح الملامسه للمنتج ما ينفعش تكون ولا رياكتيف ولا اديتيف ولا ابسورتيف، يعني ما ينفعش ولا تتفاعل مع الميه ولا تضيف حاجه للميه ولا تمتص اي حاجه من الميه. لما بنطبق ده على نظام الميه هتبدا بقى اسئله التفتيش. هل خامه المواسير مثلا مناسبه؟ طيب اللحامات اللي متنفذه دي موثقه؟ طب هل النظام دوت بيقبل التنظيف والتعقيم؟ الاجهزه الحرجه اللي عندي هل انا معاييرها كويس؟ هل انا عملت مثلا تغييرات والتغييرات دي خضعت لتشينج كنترول؟ هل عندنا بيانات بتثبت ان النظام دوت يقدر يحافظ على الجوده؟ ولو حصل مثلا انتوكسين هل حققنا في السبب الجذري دوت ولا اكتفينا بان احنا عملنا اعاده للتحليل؟ يعني انا خدت عينه ولقيت عندي انتوكسين، فانا بدل ما احقق بقى وادور ورا الانتوكسين لا بروح والله ده في مشكله في التحليل، فانا هعيد التحليل. فعدت التحليل لقيت التحليل كويس. طب ماشي، بس انا ما مشيتش ورا المشكله. طب ليه التحليل من الاول طلع وحش؟ لازم بقى اراجع هل بقى الازاز اللي كنت باخد فيها العينات كانت نظيفه؟ هل الشخص اللي اخذ العينات دوت مثلا كان متبع كل الاجراءات؟ فلازم اعرف المشكله حصلت فين حتى لو التحليل الثاني طلع كويس. يعني ما تكتشفش ان انا عيدت التحليل والتحليل الثاني طلع كويس وايه بارك الله فيما رزق يعني. طيب ثالث حاجه عندنا الاي يو جي ام بي انكس 1. المرجع ده بقى مهم جدا جدا لاي حد بيصنع سترايل برودكتس. الانكس 1 هو مرجع بيحط مواصفات دستوريه تفصيليه بتاعه الدبليو اف اي. يعني اي حد عنده سترايل برودكتس بيستخدم دبليو اف اي فلازم بيبقى مرجعيته هي للانكس 1. الفارماكوبيه في الانكس 1 بتركز على متطلبات الجي ام بي، ومن ضمنها طبعا التصميم والتشغيل والمراقبه بتاعه كل اليوتيليتيز في انظمه الميه. من اهم افكار الاصدار الحالي في الانكس 1 مفهوم السي سي اس اللي هو الكونتامينيشن كنترول استراتيجي. السي سي اس دي معناها ان المصنع عنده استراتيجيه متكامله للتحكم في التلوث، مش مجرد مجموعه اس او بي زي ما انا كنت بتكلم بالظبط كده. يعني احنا عندنا دلوقتي تصميم للمنشاه، الاشخاص وحركتهم، التنظيف والتطهير، الخامات، الانظمه بتاعه الميه، المونترنج والفاليديشن. لو حصل عندي مشكله ونقطه حصل فيها انتوكسين ولا حصل فيها ميكروبيولوجي عالي، ما اكتفيش ان انا اعيد التحليل بس، لازم احقق في الموضوع ككل وامشي ورا المشكله واوصل في الاخر هي حصلت بسبب ايه. هل حصلت بسبب فعلا ان المعده فيها مشكله ولا حصلت بسبب ان انا باخد العينات بشكل فيه مشكله. عندي كمان احنا بنتكلم دلوقتي عن اليوروبيان فارماكوبي الاي بي. طيب السلايد هنا احنا بنتكلم عن حاجتين مهمين جدا اللي هو ال 2.244 ودوت مهتم بقياس التوتال اورجانيك كربون التي او سي، وال 2.238 ودوت مهتم بقياس الكوندكتيف. التي او سي احنا عارفين طبعا التوتال اورجانيك كربون بيدينا مؤشر على اجمالي الكربون العضوي اللي موجود في الميه. احنا حتى في مصر دلوقتي بقينا ماست طبقا للجايد لاينز ان احنا بقينا بنقيس التي او سي في لوبات البروفايد ووتر ولوبات الدبليو اف اي، لان هو مونترنج مباشر على ان في ميول لتكون بكتيري او زياده العد البكتيري في الميه. طبعا ده ما بيلغيش ان احنا بناخد عينات بتاعه مايكرو، بس هو بيدلني اكتر ان في مشكله هتحصل او مشكله بدات تحصل في الميه. الكوندكتيفيتي طبعا بيقيس التوصيليه ودوت لو حصل عندي مشكله في الار او او مشاكل في الاي دي اي
ده بيبين عندي ايه هي المشكله ديت او المشكله دي بدات تحصل امتى. خامس حاجه عندي هو ال WHO. WHO طبعا هو المرجع الخاص بمنظمه الصحه العالميه بتاع TRS ال 1033 انكسس اكس 3. ده اللي هو بيتكلم عن المياه الدوائيه. اهميه طبعا المرجع بتاع WHO ان هو بيتكلم عالميا على اختيار جوده الميه، التصميم والتخزين والتعقيم والكواليفيكيشن، المراقبه الميكروبيه، الصيانه. فالمرجع ده يعتبر هو يعني ايه من الحاجات اللي هي الهارمونيزيشن اللي هو بيقولوا عليها ان هي ايه كل الاسواق الدواء في العالم بتتبع ال WHO بحاجه جلوبال يعني. سادس حاجه عندنا الاي سي اتش كيو 7 وكيو 9. والمرجعين دول بيتكلموا في حاجه مهمه جدا خاصه بمبدا اسمه الانتندد يوز. الانتندد يوز ديت اللي هي المراحل التصنيعيه اللي بتخش فيها الميه، خصوصا مع الاي بي اي. يعني لما بننتج مثلا ماده فعاله والميه دي بتخش في تصنيع الماده الفعاله دي، فلازم ارجع للكيو 7 والكيو 9. ولازم يكون عندي طبعا عدد نقاط السامبلز، سنتريزيشن، اماكن اجهزه القياس. المراجعه بتسال عن الهازارد، مصدر الخطر، احتمال حدوثه قد ايه، شده تاثيره. ندي مثال مثلا، يعني لو عندي نقطه استخدام كبيره جدا ومعدل استخدامها قليل، ممكن تكون اكثر ميكروبيا من نقطه قريبه بستخدمها كل يوم. عشان كده برنامج السامبلنج لازم يدي اولويه للنقط اللي فيها تقييم مخاطر عالي. اه بعد كده هنتكلم عن الكونتينوس مونترنج. اول ركيزه هي ان احنا لازم نعمل مراقبه مستمره. بس احنا عندنا يعني هنتكلم هنا عن 5 ركائز. الخمس ركائز دول هم اللي بتقوم عليهم الجوده في المحطه او في صناعات الميه. اول حاجه بعد اللي فتح المايك يقفله. ممكن هندسة الهوست بتاع الميتنج يقفل طب المايك على يعني الناس كلها لو سمحت. انا مش شايف مين اللي بيتكلم اصلا. في وقت الأسئلة مثلا أو حاجة. في موبايل باسم ريدمي نوت 13 يا جماعة، اللي داخل بالاسم دوت لو سمحتوا يقفل المايك بتاعه. تمام، قفلت نكمل. معلش. طيب عشان بس الناس تبقى مركزه معانا، هنبدا تاني من الركائز الخمسه اللي احنا بنتكلم عليهم في جوده الميه. احنا قلنا اول حاجه مهمه جدا عندنا اللي هي الكونتينوس مونترنج، اللي هي ان احنا نراقب بصفه مستمره. لازم نكون واخدين بالنا من الالارم ليست بتاعتنا، وتكون الانذارات دي مبرره واحنا شايفينها. نكون واخدين بالنا من الترندات بتاعه القرايات بتاعتنا، ونكون شايفين كل القرايات دي وعارفين ان هي منطقيه. هل هي بتزيد؟ هل هي بتبدا تعمل لنا يعني بتقول لنا ان في مثلا مشكله هتبدا تحصل؟ زي مثلا على سبيل المثال مثلا كوندكتيفيتي. احنا مثلا شايفين الكوندكتيفيتي دايما في قرايات معينه، بدات الكوندكتيفيتي دي كل اسبوع لا بتزيد 1 من 10، بتزيد 2 من 10. فده دليل عندي ان مثلا الار او او الاي دي اي بدا يبقى يحصل فيه مشكله. فدي اهميه المونترنج. تاني حاجه عندنا الفاليديتد سيستمز. طيب الفاليديتد سيستم ديت هي الركيزه الثانيه عندي في نظام الفاليديشن. معناها ايه؟ معناها ان انا لازم اكون موثق
النظام وان هو شغال طبقا للاجراءات او البروسيدور اللي انا حاططها لانتاج وتوزيع الميه وبشكل ثابت ومتكرر. ودوت بيبدا قبل التشغيل الفعلي. يعني انا ببدا من اول الديزاين كواليفيكيشن. انا عملت اليو ار اس وعملت الديزاين كواليفيكيشن بتاعتي، وبعد كده عملت الاي كيو الانستليشن كواليفيكيشن. فانا اتاكدت ان المعدات اللي اتوردت طبقا لليو ار اس وطبقا للتصميم بتاعي وتركبت صح في الانستليشن. بعد كده عملت اوبريشن كواليفيكيشن. الاو كيو ده النظام اللي بيشتغل ان احنا شغلنا السيستم بشكل كويس. بعد كده بنعمل البي كيو اللي هو بيرفورمانس كواليفيكيشن، ودوت هو اللي بيحدد ان فعلا بعد ما انا عملت الاي كيو والاو كيو شغلت السيستم، هل السيستم بقى تحت ظروف التشغيل دي بيديني الاداء والجوده المطلوبين ولا لا. بعد كده عندي الركيزه الثالثه هي الدوكيومنتيتد اس او بيز. طبعا احنا كلنا في الصناعات الضوئيه عارفين الاس او بي، ان احنا لازم يبقى عندنا اس او بي موثقه لكل حاجه بتتعمل. اس او بي للتعقيم، اس او بي للغسيل، اس او بي للتشغيل، اس او بي حتى لاخذ العينات. كل حاجه لازم تكون موثقه باس او بي، ولازم تكون الاس او بي عندي معتمده وواضحه والناس متدربين عليها كويس وتكون فعليه. يعني مثلا ما اجيش في التفتيش المفتش يقول لي والله انت مثلا عامل اس او بي للتعقيم، اقول له والله عامل اس او بي للتعقيم بس اللي انا بعمله حاجه تانية، يعني اللي هو ايه مش واقعيه. انا عامل اس او بي للتعقيم ان انا لازم اعقم واوصل لدرجه حراره معينه، بس والله اللوب مش بيوصل لدرجات الحراره دي. فانا خلاص لا انا رامي الاس او بي ديت وبعمل انا حاجه تانية بقى، بروح افتح انا يوز بوينت مش عارف ايه عشان اوصل النقطه هنا. فديت اسمها ان اس او بي مش واقعي. احنا لازم الاس او بي اللي احنا بنحطها لاي بروسيس بنعملها تكون واقعيه. بعد كده عندنا البريتيكال ريكواليفيكيشن اللي هي الركيزه الرابعه عندنا، ان احنا ازاي نعمل ريكواليفيكيشن للنظام. احنا شغلنا السيستم طبعا بيشتغل فتره وبنعمل له الكواليفيكيشن بتاعته وكل حاجه. بعد كده بيحصل تغير ما في السيستم. اي تغيير في السيستم تغيير ميجور طبعا مهم، احنا بنعمل له حاجه اسمها الريكواليفيكيشن عشان نراجع هل النظام فعلا مازال تحت تحكمنا وبيدينا النتائج اللي احنا عايزينها ولا في مشكله حصلت. فانا ببدا اعمل ريسك اسسمنت بقى، بحدد المخاطر واشوف الترندات بتاعتي وابدا اخش على الركيزه الاخيره اللي هي ايه الريسك اسسمنت. دي اخر ركيزه عندنا ودي اهم برضو من اهم الركائز اللي موجوده. دي بتبلور الاربع ركائز اللي قبلها. ان احنا عشان نعمل ريسك اسسمنت اول حاجه احنا لازم نحدد ايه هي البارامترز الحرجه اللي لو اتغيرت لازم اعمل عليها ريسك اسسمنت. وفين احط اجهزه القياس، يعني فين اقيس الكوندكتيفيتي، فين اقيس البي اتش، فين اقيس الاو ار بي. الحاجات دي عشان احطها المفروض اكون عامل لها ريسك اسسمنت واعرف ازاي او فين اقيس المكان ده. ايه هي الورست بوينت في الشبكه، ايه اسوأ نقطه في الشبكه ممكن يحصل عندها مشكله، وايه هي التغييرات اللي فعلا انا بحتاج اعمل لها ريكواليفيكيشن. من اهم حاجات اللي احنا بنعمل لها ريسك اسسمنت هو طبعا موضوع التعقيم. ان احنا في ناس مثلا بتقول لك انا بعقم كل اسبوع، بعقم كل شهر، بعقم كل 6 شهور، بعقم كل سنه، ومفيش قاعده. واحنا في الاخر بنعمل ريسك اسسمنت وبنعمل ريفاليديشن للموضوع التعقيم، وبنبدا كل فتره ان احنا نشوف السيستم بتاعنا محتاج فعلا يتعقم بفعلي كل قد ايه عشان السيستم يفضل ستيبل. طيب بعد ما عرفنا بقى انواع الميه وراجعنا المراجع الرقابيه بتاعتنا، خلينا بقى نمشي جوه نظام البروفايد ووتر سيستم عشان نتابع احنا ازاي بناخد الميه بتاعه الروتر دي وبنحولها لان هي تبقى بروفايد ووتر. طيب قبل ما نطلع للجزء دوت، يعني احنا الجزء اللي احنا شرحناه ده في حد عليه تعليق او ليه سؤال فيه ولا نكمل؟ انا معلش لو بشرح بسرعه شويه، بس هو الموضوع كبير وانا مش عايز اطول عليكم الوقت، فبحاول ان انا يعني ايه ادي معظم المعلومات الممكنه يعني. لو سمحت يا دكتور ممكن سؤال بعد اذنك؟ باشمهندس محمد سمير. اتفضل.
امتى الاجهزه اللي لما اجي اعمل الكواليفيكيشن بتاعتها، اللي هي لما اجي اضيف جهاز عندي في المحطه، اقدر امتى اطبق عليه الثلاث اشتراطات اللي حضرتك قلت عليهم، البي كيو والاي كيو والاشتراطات دي؟ امتى بالظبط على اي حاجه اضيفها جديده لازم اطبق عليها الاشتراطات دي، ولا في حاجات انا ممكن ان انا اقدر اعديها؟ هو انا زي ما قلت في السلايد اللي فات، احنا بنتكلم في الحاجات الحرجه. يعني انا لو عندي حاجه حرجه هتاثر على جوده المنتج بصفه مباشره، لازم اطبق عليها كل حاجه. طب انا مش متاكد بقى الحاجه دي حرجه ولا مش حرجه، بعمل لها ريسك اسسمنت، بشوف بقى هل فعلا دي هتاثر، بختبرها فتره واشوف تاثيرها، وبعد كده اعمل اكشن للموضوع دوت واشوف لو الحاجه ديت اتحطت في المكان ده هتديني تاثير سلبي او تاثير ايجابي. مثلا هنقل نقطه حقن مثلا، يعني أنا ممكن مثلا في بعض السيستمز يكون مثلا هو بيحقن الصوديوم ميثابول سلفيت قبل السوفت ووتر تانك، وحصل عنده مايكرو بيولوجي، حصل عنده مايكرو، وكل شويه يعقم السوفت ووتر وبرده المايكرو بيزيد. فهو ساعتها بيعمل ايه؟ بيقول لك انا هنقل نقطه الحقن. طب انا منقل نقطه الحقن دي، هل بقى هبدا اعمل لها مثلا برضو اعمل لها او كيو، اعمل لها اي كيو؟ لا، انا ببدا اعمل لها ريسك اسسمنت. ريسك اسسمنت دي اللي انا بقول ان انا هنقل، هعمل لها ريفاليديشن، هحط نقطه الحقن ديت من النقطه دي للنقطه دي، وهبدا اخد عينات لمرحله ما لفتره ما، واشوف ايه مدى تاثير ده على السيستم. طب هل التاثير ده تاثير سلبي ولا تاثير ايجابي؟ لو في تاثير ايجابي، خلاص انا بعمل لها كوركتيف اكشن، وبقول والله ان انا عملت بريفنت للنقطه ديت، وان انا قدرت ان انا اتعدى نقطه الميكروبكتيريا. طب والله لا، التاثير بعد كده تاثير بقى سلبي، بذكر ده في الريسك اسسمنت، وبرجع تاني بقى في قراري، وبشوف بقى احل المشكله دي ازاي. لو انت عندك جهاز معين بتسال عليه ممكن تذكره، يعني انا بدي لك مثال. مثلا يا فندم، انا لو عايز احط ميكسد بيد بعد مثلا الدي اي او الار او، الميكسد بيد ده مثلا مرحله مثلا بالنسبه لي انا مرحله مؤقته، مم. هل هطبق عليها نفس القصه بص ولا بالنسبه لي خلاص كده؟ لا طبعا، الميكسد بيد بقى هي مرحله مؤقته، بس هي مرحله خطره جدا، لان احنا عندنا الميكسد بيد ده ميديا، وميديا هتتحط في حته حساسه، فلازم اول حاجه قبل ما اضيفه طبعا اعمل ريسك اسسمنت لاضافته. يعني مثلا الميكسد بيد عشان يتحط لازم يتحط بعده فلتر، لان هو ميديا. الميديا دي لو حصل في اي وقت ان هي سربت، وده وارد يحصل، يعني التسريب دوت ممكن يخش تانك البروفايد ووتر بطريقه مباشره ويوصل للمنتج قبل ما انت تشوف، فانت محتاج تحط بعده فلتر. طب الفلتر ده هيبقى فلتر ميكروني في منطقه ما فيهاش كلور، ما فيهاش تعقيم، هتبدا تحصل مشكله من الفلتر الميكروني دوت ان هو هيزود عندك البكتيريا. فلازم طبعا الحاجات دي كلها تعمل لها ريسك اسسمنت، لان انت كده يعني ايه، زي ما تقول بتلعب في قلب النظام، مش بتعمل حاجه مثلا صغيره، لا ده انت بتعمل حاجه فتل، حاجه كبيره. طيب بعد اذن حضرتك، لو انا مثلا ضمنت ان انا بقى في الميكسد بيد ده انا حطيت مثلا، مش هنقول ان احنا مثلا هنحط مثلا فلتر كارتيج ولا حاجه 5 مم. مايكرون او 1 مايكرون او 2 مايكرون او 5 او 10 ايا كان، بس انا ضامن بالنسبه لي كسيستم ان انا مش هقدر ان انا الميديا تقدر ان هي تهرب مني. هل لازم زي ما حضرتك قلت كده، عشان برضو الفلاتر الكارتج تبقى نسبة العد البكتيري فيها عالية جدا وبتبقى بيئة خصبة طبعا بالظبط. للبكتيريا؟ هل انا بالنسبة لها على وضع كده انا مثلا كده ضمنت ان انا كفاءة النظام شغالة كويس، ولا مش بشترط عليها؟ لا لا، لازم طبعا تدخل الموضوع دوت فاليديشن. يعني بقول لك انت بتحط حاجه ميجر لازم تعمل لها فاليديشن، ولازم تعرف تقول. اصل بقول لك انا حته الفلتر دي انت الاوديتور هيجي يسالك فيه، انت ايه اللي ضمنك ان الميديا دي ما تعديش مثلا؟ هل الميكس بيد ده كله تصميمه هيجينيك؟ يعني هل هو هيبقى فيزل ستانلس ستيل وتراي كلامب كونكشن والكل يعني، وبيتعقم مثلا بحراري او كيميكال بطريقه معينه، لازم تحط اس او بي للتعقيم بتاعه مخصوص؟ ان بقول لك هو ميديا في حته خطر، يعني المنطقه دي خطر جدا، لانك انت ما عادش عندك اي وسائل حمايه قبل تانك البروفايد ووتر. انت خلاص انت رايح في لو الميه هتعدي هتخش تانك البروفايد ووتر،
فلازم يبقى عندك اي اكشن يتاخد يامنك لو حصل مشكله في الميكسد بيد، وخصوصا تسريب الميديا، لان دي حاجه بتحصل، يعني مش ما بتحصلش، شفنا ده كتير. وده اللي خلى الناس معظمها او يعني 90% من الناس دلوقتي بقوا بيرفضوا وجود الميكسد بيد. غير طبعا الديسبوزابيلتي بتاعته، ان هو اصلا هو ديسبوزابل، يعني هو في الاخر بيستهلك، والميديا دي بتتغير، فما بيحصلوش تنشيط زي الدي اي مثلا، فبي طبعا بيعمل مشكله مع الاداء بتاع المحطه يعني. تمام تمام يا باشمهندس، تمام. تسلم. نكمل. ماشي. طيب هنتكلم زي ما احنا قلنا كده عن مرحله يعني المحطه البروفايد ووتر، ان هي ازاي بتتعمل. لحظة. طب هنعدل بس حاجه صغيره بس، اتفضل. ان الميكسد بيد از يونت لو ركب فيها ريكواليفيكيشن للمحطه، ما فيهاش حتى الريسك اسسمنت. ده نيو اكويبمنت هتدخل في البيوريفيكيشن ستيج، ما فيش ريسك اسسمنت يقدر يعديها انها تنزل لماينور ولا ميجر از كريتيكال ايشو، لان انا غيرت في البيوريفيكيشن ستيج يونت. احنا بنتخانق احنا بنتخانق في الكربون فلتر والصوديوم ميتا باي سلفايد في بدايه المحطه ان هي تخش ريكواليفيكيشن ولا لا، بسبب حاجه في البريتيكال. لكن از ات از ميكسد بيد قصه تانيه. موضوع كمان الفلتريشن انه يركب بعد الميكسد بيد، جايد 1033 منع في البروفيكيشن ستيج ان يكون في فلتريشن ميه. ايا كان بقى هو عنده ايشو في الريزن وايشو في القصه دي، هو بدا الميكسد بيد خلاص يتلاشى والقصص دي، بس الناس بتعمل له القصه الثانيه خالص اللي هي موضوع المش مش الفلتريشن، لان الفلتريشن بقى ممنوع لانه ايشو المايكرو فيه عادي. السؤال اللي عايز اساله بقى البريودك ريكواليفيكيشن، انا لو المحطه ما حصلش فيها اي تشينجز بناء عليها اعمل ريكواليفيكيشن. لو ما عملناش اي تشينج في المحطه، اي تشينجز هل هبقى انا محتاج اعمل ريكواليفيكيشن، ولا هل هبقى محتاج ريفاليديشن، ولا ايه الاتجاه اللي هيروح للقصه دي؟ هنبقى محتاج نعمل ريفاليديشن. بناء على ايه بقى؟ ايه الجايد اللي استند عليه عشان اكلم الاداره ان انا اعمل ريفاليديشن؟ وهل ريفاليديشن هبداه من فيز 2 ولا هبداه من فيز 1؟ لان البيريودك ريكواليفيكيشن والبيريودك ريفاليديشن ده از ايشو مفتوح في كل الجايدز، مش مقفول. الحته دي هنتكلم عنها يعني قدام شويه كده في السلايدز، هذكرها بس عشان بس ما نضيعش الوقت خلاص في ماشي. النقاش. ماشي يا باشا. هنتكلم عنها. ماشي اتفضل. تمام. فاحنا دلوقتي هنتكلم عن الانتاج بتاع البروفايد ووتر. تمام. ازاي بننتج البروفايد ووتر من الاساس. تمام. طيب هنبدا بمياه التغذيه اللي هي الرو ووتر. هنا بتبدا الرحله. احنا عايزين دلوقتي نعمل محطه بروفايد ووتر في مصنع دواء. فاول حاجه بنبص عليها هي الرو ووتر اللي هننتج منها البروفايد ووتر دي. طيب الرو ووتر دي عباره عن ايه؟ هي غالبا احنا في شغلنا يعني بتبقى ميه بلديه، اللي هي الميه سيتي ووتر، اللي هي الدرينكينج ووتر اللي احنا بنستخدمها في بيوتنا. بس في بعض الاماكن طبعا بيستخدموا مياه ابار مثلا، بيستخدموا اي مصدر عنده للميه، وبيبدا ان هو يعمل له معالجه اوليه علشان يوصله يعني لمرحله الدرينكينج ووتر، يعني تبقى حتى في المقابله للاشتراطات بتاعه الدرينكينج ووتر. وبعد كده بنبدا بقى ان هي ندخلها في مراحل التصنيع بتاعه البروفايد ووتر. فاحنا يعني تخيلوا مثلا عندنا دلوقتي محطه مثلا هتتعمل من بير، فالبير دوت املاحه عاليه مثلا، فمش هيبدا يشغله على الار او على طول، لا ممكن يعمل له محطه معالجه اوليه ار او، يبدا ان هو يقلل الاملاح ديت علشان يوصلها للليميت بتاع الدرينكينج ووتر، وبعد كده يبدا يشتغل. محطه الميه مثلا فيها حديد عالي، فيها منجنيز، فيها اي مصدر لمعادن ثقيله، هو بيبدا يتعامل مع الميه ديت وبيبدا ان هو يوصلها لدرينكينج ووتر، وبعد كده يسمي دي ان الروتر بتاعتي، ويبدا يشتغل عليها يعملها بروفايد ووتر عن طريق بقى طبعا المراحل اللي احنا هنتكلم عليها. اول مرحله عندي هي البري تريتمنت، هي مرحله المعالجه الاوليه. طيب مرحله المعالجه الاوليه ديت هي عباره عن شويه مراحل، بتبدا طبعا بالمالتي ميديا فلتر.
المالتي ميديا فلتر ده هو بيشيل التربيديتي والسسبنس السوليد بتاعه الميه. تمام. وبعد كده لو عندنا اكتيف كربون، الاكتيف كربون طبعا هو موجود في محطات كتير، بيبقى بيشيل الاورجانيك ماترز وبيشيل الكلور. طبعا هو من الحاجات القويه جدا في ان هي بتشيل الكلور. طبعا احنا عندنا الاكتيف كربون عليه ملاحظات ان هو بيشيل الكلور، فده بيعمل مشكله مايكرو اصلا في معظم المحطات، ان هو الكربون طبعا الحبوبات بتاعته بتبقى ناعمه وبتبقى كبيره، فبتعمل مع ازاله الكلور بتعمل تكون بكتيريا. فاحنا بعد كده ممكن يبقى عندنا الووتر سوفتنر، وهو ده بيبقى تبادل ايوني بيشيل الاملاح الكالسيوم والمغنيسيوم اللي هي الاملاح الثقيله، املاح الكالسيوم والمغنيسيوم، علشان خاطر يبدلها بتبادل ايوني بايونات الصوديوم. ايونات الصوديوم سهله الذوبان في الماء على عكس املاح الكالسيوم والمغنيسيوم، وعلى عكس الاعتقاد الشائع ان السوفنر بيقلل التي دي اس او بيقلل الاملاح، وما بيقللش الاملاح وبيعمل تبادل ايوني. فهو نسبه الاملاح الداخله بتبقى زي نسبه الاملاح الخارجه، بس احنا بنحول الميه من ماء عسر هارد ووتر لماء يسر اللي هو ايه السوفت ووتر. يا بعد كده دكتور عندي مرحله الكارتج فلتر اللي هو يا قبل الار دكتور او، ان احنا بنحط فلاتر ميكرونيه وليكن مثلا 5 ميكرون، ولازم يكون طبعا الفلتر ده مناسب للحجم الريزيدوال اللي في الميه. ما ينفعش ان هو يبقى مثلا البور بتاعته اكبر او اصغر. علشان يبقى مناسب ان هو يدخل لي ميه لتانك السوفت ميه تقريبا ايه نقيه يعني. بعد كده عندي بقى مرحله التنضح العكسي الريفرس اوزموسيس. طيب الريفرس اوزموسيس ببساطه كده نشرحه للناس اللي مش فاهمه موضوع العمليه، يعني فكره الغشاء التنضح العكسي. هو في الظروف الطبيعيه الميه بتتحرك في الغشاء الار او من الجانب الاقل تركيزا للاملاح، يعني من الجنب اللي هو الاقل تركيز الى الجانب الاعلى تركيز في الاملاح. احنا بقى بنطبق ضغط اسمه الضغط الاسموزي، بنجبر ان الميه تتحرك في الاتجاه المعاكس، فعشان كده بنسميه ريفرس اوزموسيس. النتيجه ان بيحصل عندي مسارين: مسار البرميات اللي هو المياه اللي عبرت الغشاء دوت بملوحه اقل، ومسار الكونسنتريت ريجكت اللي هي الميه اللي خرجت شايله كل تركيز الاملاح والملوثات اللي في الميه. طيب علشان نقدر نقيم اداء الار او ما ينفعش نبص بس على الكوندكتيفيتي، احنا لازم نبص على عوامل مهمه جدا، على الفيد بريشر بتاعي، الكونسنتريت بريشر بتاعي، البرميت بريشر، الفلوريتس، الريكفري، البريشر دروب على الار او، سالت ريجكشن. كل ده بيديني تصور عن اداء الار او، لان في حاجات كتير ممكن تاثر على الاداء ده زي درجه الحراره مثلا، الضغط، فرق الضغط، كل العوامل ديت بتاثر على اداء الار او. طيب ايه معنى كلمه ريجكشن وريكفري؟ الريكفري هي نسبه الميه اللي حولناها لبرميات مقارنه بميه التغذيه. يعني مثلا احنا دخلنا 1000 لتر وطلعنا 700 لتر برميات، يبقى انا عندي كده الريكفري 70%. لكن الريكفري طبعا هو مش مفتوح، يعني ما اعملش ريكفري 100%. انا كل ما برفع الريكفري كل ما بعمل تركيز الاملاح اكتر في الريجكت، وده بيعمل لي خطر اسمه السكيلينج. اما بقى السالت ريجكشن هي قدره الغشاء دوت على منع الاملاح ان هي تعدي ناحيه الفيد ووتر، فممكن الار او يفضل ينتج نفس الكميه لكن الريجكشن تقل. طيب الاي دي اي بعد مرحله الار او بقى الميه بتخش في مرحله جديده اسمها مرحله الاي دي اي. طبعا مش هو الحاجه الوحيده اللي موجوده في السيستم، احنا بنحط يعني تصور لسيستم عام، لكن طبعا في مراحل كتير زي الدبل ار او والار او ميكسد بيد والار او دي اي.
بس يعني ايه التصور المعام والمقبول ان احنا بنعمل محطه ار او اي دي اي يعني. طيب الاي دي اي هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن بوليشر. هو بيعمل بوليشنج للايونات اللي باقيه من خارجه من الار او الكوندكتيفيتي المنخفضه اللي جايه لي من وحده الار او. طيب الوحده الاي دي اي بتكون بتتكون من ايه؟ بتكون بتتكون من ايون اكسشينج ريجن وايون سيلكتيف ممبرينز ودايركت الكتريكال كارنت. هي بتعمل عمليه فصل كهربائي للايونات بتاعه الاملاح. فالايونات اللي طالعه لي من الار او بتتحرك تحت تاثير الكهرباء دي وبتعدي من جوه الاغشيه دي وتتجمع في الكونسنتريت، والميه الثانيه بتروح على البرميد او البرودكت بتاع الاي دي اي. طيب ايه هي اهم البارامترز اللي انا المفروض اراقبها في الاي دي اي؟ طبعا براقب الكوندكتيفيتي، براقب الفولتج، براقب الكرنت، براقب الفلو والضغط. كل الحاجات ديت بتديني انذار مبكر لو حاجه اتغيرت منها ان في مشكله في الاي دي اي. عندنا بعد كده موضوع اليو في، وحده اليو في اللي هي التعقيم بالاشعه فوق البنفسجيه اللي 254 نانومتر. ووحده اليو في هي ما تعتبرش وحده تعقيم، يعني هي اكتر ديس انفكشن، يعني هي مجرد ان هي بتساعد على القضاء على الحياه الميكروبيه، يعني هي بتساعد على قتل البكتيريا، بس هي ما بتعقمش الميه. يعني لو عندي بايو فيلم مثلا اليو في مش هيفيدنا بحاجه يعني. هي بس اليو في لما بتكون 254 نانومتر هي بتعمل حاجه زي تعطيل للماده الوراثيه للميكروبات، فبتمنعها من التكاثر. لكن هي ما بتقتلش، ما بتقضيش على البايو فيلم. يعني لو عندي بايو فيلم في الميه الوحده اليو في مش هتبقى فعاله. طيب ايه ازاي براقب وحده اليو في ديت؟ طبعا براقب اليو في انتنسيتي اللي هي شده الاشعه، ساعات التشغيل، لا اللي احنا عملناه ده. نظافه الكوارتز، ومعدل التدفق. بعد بس كده بنروح للستورج تانك اللي هو خزان الاستورج بتاع الميه البروفايد. بعد ما بننتج الميه البروفايد لازم طبعا نخزنه في خزانات ستانلس ستيل 316 ال عظمة. هايجينيك ديزاين، طبعا تحت رفنس معين ومتطلبات معينه طبقا للكارنت جي ام بي اي، علشان خاطر اقدر ان انا ما يكونش في اي بقى اماكن ركود، شكل القاع يكون مقعر، في سبراي بولز، في عندي فينت فلتر، مستوى الميه اقدر اتحكم في الليفل بتاعي، اكون بعقم حط التانك الاكل في الفواكه بقى اللي هو يطلع نشا. بطريقه خلينا نشوف. فعاله للستانلس. وبعد كده عندي بقى شبكه التوزيع طبعا اللي هي الديستريبيوشن دي. ان شاء الله يعني مهندس عبد الرحمن هيتكلم عن الموضوع دوت في المحاضره بتاعته بشكل اعلى يعني وبتفصيل اكتر. بس احنا نذكر عنها ان احنا بنعمل طبعا شبكه التوزيع كلها من الستانلس ستيل 316، واللحامات بتبقى اوربيتال ويلدنج. بنحافظ على السرعه، بنحافظ على درجه الحراره دي، ما بيبقاش فيها ديد ليج بوينتس. يعني دي من اكتر الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها في الجزء عليها. طبعا تي او سي مونترنج، تمبريتشر، فيلوسيتي، كوندكتيفيتي، معمول لها نظام تعقيم جيد. الخلاصه يعني ان نظام البروفايد ووتر هو بيبقى على مرحلتين: مرحله جنريشن سيستم اللي هي بنحول فيه الرو ووتر لبروفايد ووتر، ومرحله الاستورج والديستريبيوشن سيستم اللي هي بتحافظ على الجوده دي لحد ما توصل لليوز بوينت. وكل مرحله هي بتحمي المرحله اللي قبلها. يعني عندي البري تريتمنت بيحمي الار او بيحمي الاي دي اي بيعمل بولشنج عشان يوصل الميه للتانك البروفايد كويسه. تانك البروفايد واللوب بيحافظوا على جوده الميه لحد ما توصل لنقطه الاستخدام. فدي كلها بتكمل بعض. محمد جاد. هنا برضو يعني بنتكلم على نفس المواضيع محمد بالتفصيل. جاب 2 كيلو حلويات ولا 3 كيلو. لو سمحت اللي قافل اللي فتح المايك يقفله لو سمحت. هم عاملين يقولوا هم اتفقوا على كده فهو مش عايز ايه. يا دكتور
يا دكتور يا دكتور نعم، بس بشوف مين أشفت اللي فاتح المايك علشان يا دكتور، نقفله. قلت إنه فلتر الكربون إنه يعمل مع الكلور نمو بكتيري. نعم، أنت ذكرت هذه إنه فلتر الكربون يعمل مع الكلور نمو بكتيري. بيشيل الكلور، بينزع الكلور من الميه وبيكون، بس أيوه، بيؤدي. نعم، هو معانا فلتر الكربون فلتر يعمل على نزع الروائح والصبغات ونزع وال- الكلور. ونزع الكلور مظبوط، ما احنا قلنا الاورجانيك ماترز والكلور. إيه، بس إنك ذكرت إنه يعمل السطح حقه السيرفيس اريا تعمل مع الكلور نمو بكتيري أو كيف؟ لا، هو عشان هو بيشيل الكلور فهو بيزود النمو البكتيري، او بيبقى بيئه خصبه للنمو البكتيري. خلاص سلام، تمام. الله يسعدك. طيب هنكمل كلامنا عن مراحل محطه الميه زي ما احنا شرحنا يعني، بس احنا يعني نشرح بتفصيل اكتر. قلنا عندنا مرحله البري تريتمنت، هي بتشيل المواد العالقه والعقاره، بتشيل الكلور من المواد المؤكسده، وبتشيل الهاردنس. والهاردنس دي طبعا عشان ما تسببش سكيلينج في الار او. طيب ايه بقى هي المخاطر او الحاجات اللي ممكن تحصل في كل مرحله؟ مرحله البري تريتمنت بيحصل فيها مشكله، هنتكلم عن مشكله في كل مرحله كده. في مشكله عندنا اسمها الشانلينج. شانلينج، او هي جايه من الشانل، من ان هي الميه تاخد مسارات معينه جوه الميديا وما تعديش على كل الميديا. فمثلا يبقى عندي كربون فلتر بس الميه ما بتعديش على الكربون كله، هي واخده مسار معين سهل مثلا ليها وبتطلع على المسار ده. طبعا مشكله تركيب معدات، مشكله باكووش، مشكله كميات ميديا، مشكله تصميم يعني. طيب يعني انا عندي مثلا فلتر كربوني كبير بس الميه بتعدي في قناه صغيره قوي داخل الفلتر دوت. الفلتر من بره شكله طبيعي عادي، لكن حاصل فيه مشكله اللي هي ايه؟ اللي هي الشالنج دي دوت بسبب سوء توزيع الميه زي ما قلنا. طيب الخطر الثاني ان يحصل عندي حاجه اسمها البريك ثرو. طيب البريك ثرو ديت هي ايه؟ هي ان الماده اللي جوه الميديا نفسها اللي جوه الفلاتر دي ان هي تعدي من الفلتر، زي ان الكربون يعدي من الموزعات يروح على الفلاتر، او ان الميديا بتاعت المالتي ميديا فلتر مثلا تعدي وتروح على الفلاتر. ده برضو بيحصل بسبب مثلا كراكس بتحصل في الموزعات، او مشاكل ضغط في الفيزلات، او مشاكل تركيب. طيب الخطر الثالث ان ممكن يحصل عندي بايو فاولنج. طيب بايو فاولنج دوت اللي هو زي ما احنا ذكرنا قبل كده ان هو مشاكل بيحصل عد بكتيري زياده. فمثلا عندي بري تريتمنت معلوش مثلا سيركيوليشن كويس، ما فيهوش ديس انفكشن كويس، ما بيتعقمش بصوره كويسه، فبيبدا احصل عندي مثلا بايو فاولنج ان يحصل تكون بكتيري، او الميديا مثلا ساعات بيحصل لها عفونه، او بيحصل مشاكل على الفلاتر بتاعه اللي هي الكارتج فلترز مثلا. تاني حاجه عندنا هنتكلم عنها الريفرس اوزموسيس، ايه هي برضو وظيفته، ايه المشاكل اللي ممكن تقابلنا. هنقول ان وظيفه الار او هي ان احنا هو ازاله نسبه كبيره من الاملاح والمواد العضويه عن طريق ايه؟ الاغشيه اللي هي شبه النفاذ، عن طريق الضغط الاسموسي. طيب بس هو ما بيشيلش، يعني هي كلمه ريموف دي احنا مش بنتكلم ان هي عمليه فصل الملوثات، احنا بنقول ان هي بتطلع الملوثات ده في اتجاه اخر اللي هي الكونسنتريت، هي بتطلع الاملاح في اتجاه الكونسنتريت. علشان كده لازم يكون في اهتمام بفكره الضغط وتصريف الريجكت. طب ايه بقى المشاكل اللي ممكن تحصل على الار او؟ اول حاجه السكيلينج. السكيلينج دي اللي هي ترسيب املاح قليله الذوبان جوه الاغشيه او على سطح الغشاء، زي كربونات الكالسيوم والسيليكا، في ظروف معينه ان هم يتكونوا على سطح الغشاء كده، زي ما بيحصل مثلا في الشرايين بتاعه الدم كده ان يحصل تصلب او ضيق للشريان. هي برضو نفس القصه في الار او. الاملاح دي بتضيق المسافات بتاعه الاغشيه اصلا، هي اوريدي كده كده هي دقيقه، بس هي بقى مع الوقت بتعمل مشكله سدد وبتاثر على الفلوريت او الانتاج بتاع الممبرين.
طب ايه اسباب السكيلينج؟ اول سبب السكيلينج ان يحصل هاردنس، ان السوفتنر مثلا مش شغال بكفاءه فعندي هاردنس عالي، او ان انا رافع الريكفري بصوره مبالغ فيها، او ان انا مثلا بحقن انتي سكيلنت بجرعات غير متناسبه، فده ممكن كله يؤدي الى مشاكل السكيل. طيب تاني مشكله عندي هي مشكله الفاولنج. طيب الفاولنج هو مصطلح اوسع شويه، بس ده يعني بيتكلم اكتر عن تراكم الملوثات على الاغشيه، ان هو في عندي بقى اي مواد عضويه، عوالق، اي مواد بيولوجيه ممكن تتجمع على سطح الار او وتعمل لنا مشكله فاولنج، اللي هي برضو بتؤدي الى انسداد وبتخلينا برضو الانتاج بتاع الايه الار او يقل. طيب ايه الحل؟ ان احنا بنعمل سي اي بي للممبرينات ديت علشان خاطر نحل ان كانت مشكله السكيلينج بالاسيدك كليننج، او مشكله الفاولنج اللي هي غالبا بتروح بالايه بالغسيل القلم. طيب المشكله الثالثه اللي ممكن تقابل الار او دي من المشاكل الكبيره جدا واللي تقريبا ملهاش حل، او هي ملهاش حل يعني، هي الاكسيديشن دامج، اللي هو ان اللي يحصل دامج للار او بسبب الاكسده. الاكسده دي بتحصل من ايه؟ يعني 90% بتحصل من الكلور، ان في كلور بيعدي من البري تريتمنت وبيخش على الممبرينات فبيعمل لها عمليه اكسده، فبيدمر الممبرينات ديت، بيخليها اصلا تعدي ميه كتيره جدا، وبعد كده بتبدا ان هي الكوندكتيفيتي طبعا تنهار ومبقاش فيها فصل خالص، فما لهاش حل يعني، هي بتبقى خلاص الممبرينات باظت. وممكن تحصل يا برضو دكتور، ايش بسبب سبب التعقيم. الاكسده؟ الاكسده ايش سبب والاكسده الاكسده؟ بسبب الاكسده الكلور، ان يحصل هروب للكلور داخل الممبرينات. وممكن تحصل بسبب برضو مشاكل في التعقيم، لو احنا بنعقم ب H2O2 مثلا وزودنا النسب، او عقمنا وما شطفناش كويس، فممكن برضو ال H2O2 من عوامل مؤكسده قويه جدا، ممكن برضو يأكسد الممبرينات ويعمل نفس المشكله بتاعه الكلور. الحاجه بعد كده اللي عندنا الاي دي اي، واحنا قلنا قبل كده ان الاي دي اي بيعمل كبوليشر، بيعمل بوليشنج للايونات بتاعه الاملاح بعد الار او، وهو برضو بيتعرض لنفس المشاكل تقريبا، بيحصل له برضو سكيلينج في الاي دي اي لو دخل عليه برضو هاردنس عاليه او سيليكا، او نسبه السي او 2 زادت، او الكوندكتيفيتي اللي جايه من الار او دخلت زايده، فده برضو بيؤدي الى ان الاي دي اي برضو بيحصل له سدد والميه بتاعته بتقل. وممكن يحصل الكتريكال فيلير بقى، اللي هو فشل كهربائي، يعني لانه طبعا هو وحده في الاخر بتعتمد على التيار الكهربي، فممكن يحصل مشكله في الباور سبلاي او في الكرنت او في الفولتج او في التوصيلات بتاعته. بس هو يعني اكتر مشاكل بتحصل له بسبب ايه؟ انسداد الاملاح. طبعا اليو في يونت هي وحده بتستخدم لمبات اليو في، طبعا مشاكلها ان اللمبه مثلا تتحرق، او ان القوه بتاعتها الشده بتاعت الاضاءه بتاعتها تقل، او يحصل فاولنج على السليف نفسه. دي اكتر حاجه ممكن تقابلنا مع وحدات اليو في. طيب خامس حاجه عندنا الفلتريشن. طيب الفلتريشن هنا عنده نقطه مهمه جدا في البروفايد ووتر، ان ما ينفعش نحط، يعني زي ما كنا بنتكلم في النقطه اللي فاتت كده، ان احنا نحط حاجه مايكرو قبل التانك البروفايد ووتر على طول في المنطقه ديت، لان فعلا بيحصل مشاكل كبيره جدا، وممكن ان احنا نستبدلها لو احنا محتاجينها بالستانلس ستيل مش، علشان ما يحصلش عندنا اي مشاكل ديت. طبعا المشاكل الاماكن اللي بيتحط فيها الفلاتر ديت هي يفضل طبعا تكون في البري تريتمنت، ويكون بيعدي عليها كلورين، وان احنا نكون بنعمل انتجريتي في تيست للفلاتر ديت، ان احنا مثلا بنعمل لها بابل بوينت تيست او ديفيوجن تيست حسب نوع الفلتر يعني وتعليمات المصنع. اخر حاجه عندنا الخزان، خزان التخزين، اللي هو طبعا بيبقى من الستانلس ستيل 316، واحنا اتكلمنا ان هو ليه مواصفات معينه في الرفنس وفي التصميم، في تصميم البومبي بتاعه والحاجات دي كلها. وبرده من الحاجات المهمه واحنا بنصمم الخزان ده، ان احنا ما نصمموش كبير جدا عشان ستورج وخلاص، لان ده بيعمل برده حته ستاجنيشن. لازم يكون تصميمه
طبقا لحجم اللوب وحجم الاستهلاك، وليه تفاصيل كتير. طبعا مهندس عبد الرحمن يبقى تطرق ليها في موضوع الديستريبيوشن سكيد. بس يعني ايه اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي؟ ان هو حجم الخزان لازم يراعى، مش مجرد ان انا بخزن فيه ميه، لا، لازم تكون الميه دي فعلا بتستهلك وما يبقاش فيه ستاجنيشن لفترات طويله. وطبعا في تيست مشهور جدا بيتعمل اسمه الاستجنيشن تيست، ده بيتعمل في بدايه التشغيل بتاع المحطه، ان احنا بنشوف ان الميه دي لما بتقعد في الخزان فترات طويله، الميه دي بناخد منها عينات وبنتاكد، بنعرف يعني بيبقى العد البكتيري بيبدا يزيد جوه الخزان ده بعد ايه، بعد قد ايه، عشان نعمل اليرت او نعمل اكشن للجزئيه ديت يعني. طبعا من المشاكل اللي بتقابله طبعا باي فيلم فورميشن، بسبب الركود بتاع الميه، بسبب ان الحراره ممكن تكون مش مناسبه، بيحصل عليه مخاطر بايو فيلم. وده برضو من الحاجات اللي هي ايه الاساسيه اللي احنا لازم نكون واخدين بالنا منها في اللوب. طب واحنا بالخزان ده علشان نطمن ان هو كويس، لازم نكون شايفين الماتيريال سيرتيفيكيت بتاعته، وعارفين جوده اللحامات، الرفنس، المعالجه بعد اللحام، الباسيفيشن، ان هو يكون الدرينابيلتي بتاعته تمام، ما فيهوش اي ديد ليج بوينتس. ولازم يكون بقى السيستم كله انتجريتد. تمام، يعني مبدأ تكامل النظام ده احنا لازم واحنا بنصمم محطة المية نكون عاملين كل حاجة متكاملة. يعني البري تريتمنت اللي مش مستقر هيأثر على الار او. طب لو الار او طلع كوندكتيفيتي مش كويس هيحمل على الاي دي اي. طب انا لو عندي الاي دي اي مش مستقر هيأثر على الميه اللي داخله البروفايد ووتر. فكل حاجه في السيستم بتأدي يعني مشكله اللي بعدها. فالسيستم في الاخر لازم يبقى فيه انتجريشن، لازم يكون متكامل. والريدود يعني احنا عندنا لازم يبقى عندي كمان حاجه اسمها الريدنسي، اللي هي القدره الاحتياطيه بتاعه المحطه. يعني دايما الاوديتورز بيجي يقول لك والله انت مثلا عندك ترومبه اللوب، انت عندك ترومبه واحده بس، فلو الترومبه دي حصل لها فيلير انت هتعمل ايه؟ فلازم عندك حاجه اسمها القدره الاحتياطيه. القدره الاحتياطيه اللي انا عندي معده، المعده اللي هي الحرجه، يبقى عندي ليها بديل، واكون عامل اس او بي الحاجه دي هتتحط ازاي وهتتغير في قد ايه وطريقه التغيير، وده هيأثر على النظام ولا لا. فلازم يبقى عندي الحاجات الحرجه ديت، الفلاتر، الار او، اي حاجه هيحصل فيها فيلير زي استثنائي كده او فيلير فجائي وهيوقف لي الشغل بتاعي، فلازم اكون مستعد للنقطه دي. بس طبعا لازم اكون حاطط اس او بي للصيانه، ما ينفعش النظام يتلوث. يكون عندي باك اب مثلا لو حاجه في في السوفت وير، اكون عامل اس او بيهات للكليننج والسانيتايزيشن، ازاي اعمل كل الكلام دوت، ازاي اكون متوافق مع الكرنت جي ام بي في الجزئيه دي. وعندي الجزء الخاص بالخامات الملامسه للميه. طبعا احنا عندنا احنا اتكلمنا عن التانك يبقى ستانلس ستيل 216، هو في الاخر مش الستانلس بس هو اللي بيلامس الميه. انا عندي جاسكت، عندي اورنجز، عندي هوسز، عندي اغشيه فلاتر، عندي اي مكون بيخش في اي منتج وفي اي معده وبيلامس الميه لازم يكون عندي السيرتيفيكيشن بتاعته، ولازم اكون يعني يكون متوافق مع السيستم. الخلاصه ان كل مكون في النظام عنده وظيفه وعنده طريقه مختلفه ان هو يفشل. الفلتر ممكن يحصل له مشكله، الار او ممكن يحصل له مشكله، الاي دي اي. بس انا في الاخر لازم اكون شايف المحطه كلها من اولها لاخرها، وعندي الارمز، عندي اكشن ليميتس، بتابع الترند، علشان النجاح بتاع النظام ما بيجيش من معده واحده او حاجه واحده بس، بيجي من تكامل النظام ككل. طيب احنا هنتكلم بقى هنا ازاي ننتج بروفايد ووتر مطابقه. التحدي بقى عندنا هنا ان غالبا مش بيبقى في انتاج الميه. التحدي الصح ازاي نخزن الميه دي ونقدر نوصلها لنقط الاستخدام من غير ما جودتها تتغير. يعني انا ممكن اخرج ميه من المحطه ممتازه جدا، بس لما اجي اخزنها مثلا في التانك الستانلس واوصلها للانتاج فيحصل
مشكله في النص. فانا لازم اكون شايف كل الاماكن. زي ما قلنا احنا عندنا محاضره تانية هتتكلم على الموضوع ده بالتفاصيل، بس انا حبيت اذكر الحاجات ديت كيعني ايه تفاصيل صغيره كده عشان نربط الشرح كله بسيستم الار او وسيستم البروفايد ووتر متكامل. فهنتكلم سريعا ان احنا عندنا المواسير كلها بتبقى ستانلس ستيل 316 ال، سواء الكترو بولشنج او ميكانيكال بولشنج، بتبقى اوربيتال ويلدنج، بتبقى معمول لها باسيفيشن طبعا. بكون بقى معايا عشان اضمن كل الكلام ده لازم يكون معايا الام تي سي سي اللي هي شهاده الخامه، يكون عندي تريسابيليتي للشهاده والماسوره، عارف الرفنس، عارف طريقه التخزين والمناوله بتاعتي، جوده اللحامات، الباسيفيشن، السيرفيس فينش بتاع التانك او بتاع المعدات اللي راكبه عندي في السيستم، ان السيستم كله يكون اوربيتال ويلدنج زي ما احنا قلنا، ويكون الباسيفيشن معمول لكل المعدات. بعد كده عندي الكونتينوس سيركيوليشن. طبعا احنا عارفين ان اللوب لازم يبقى كونتينوس سيركيوليشن، ولازم اكون محافظ على السرعه اللي هي لحد 0.2. وطبعا اماكن الديد ليج، اتكلمنا قبل كده عن موضوع الديد ليج، ان هو ما ينفعش يبقى في اي اماكن فيها ديد ليج في السيستم، ولازم يكون متحكم في درجه الحراره، سواء بدل شغل السيستم دوت هوت ستورج عند 70 80 درجه، او شغال ميه بارده عند 18 ل 25 درجه. فلازم السيستم كله يكون متوافق مع الهايجينيك ديزاين، واكون عامل اونلاين مونترنج كويس جدا لكل النقط ديت في اللوب، واشوف بقى كل التفاصيل زي السلوب، زي السيلف درينج، زي استخدام الدايفرام فالفز مثلا، اونلاين مونترنج على الكوندكتيفيتي، على التي او سي، على الفلو، على البريشر. انا طبعا بقول الكلام ده بصيغه عناوين كده، لان في محاضره هتبقى متخصصه قوي بتتكلم عن الحاجات دي، المهندس عبد الرحمن هيقدمها، فمش حابب ان انا اتكلم عن النقط ديت، نلحق نكمل بقيه النقاط اللي احنا هنتكلم عنها. طيب بعد ما عرفنا ازاي بنصمم شبكه التخزين والتوزيع، لازم نسال بقى نفسنا سؤال: ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل لو فقدنا السيطره على النظام؟ الحته دي مهمه جدا بقى، الكونتامينيشن ريسكس. طيب احنا هنا عايزين نعرف اهم المخاطر اللي ممكن تعمل تلوث في النظام، بس لازم نفرق ما بين كلمتين. اول حاجه، ايه الفرق ما بين الريسك والهازارد؟ الهازارد هو مصدر الضرر نفسه، زي الانتوكسين، زي الميكروبات. طب ايه الريسك؟ الريسك بقى النتيجه اللي احتمال تحصل والخطوره اللي بيؤديها الهازارد. يعني مثلا ممكن يكون عندي تعدي بكتيري قليل في السيستم، بس العد البكتيري ده بيأثر على المنتج النهائي، لان عندي منتج نهائي حساس. فلازم اعمل ريسك اسسمنت عشان اربط الانتندنت يوز واشوف تاثيره على الميه المنتجه وعلى المنتج النهائي اللي انا بعمله. طيب احنا اللي قدامنا على الشاشه ديت اسمها مصفوفه المخاطر. تمام. المصفوفه ديت لو بصينا مع بعض كده على الشمال، بنشوف ان احنا بنقيم المخاطر على محورين. اول حاجه المحور الرأسي اللي هو احتمال حدوث المشكله، والمحور الافقي اللي هو بيعني شده العواقب لو المشكله دي حصلت. طيب احنا كل ما بنتحرك لفوق احتمال الحدوث بيزيد، وكل ما نتحرك ناحيه اليمين شده التاثير بتاعت المشكله دي هتزيد. لكن لازم نوضح ان اماكن المخاطر اللي عندنا في الرسم دي هي توضيحيه، يعني احنا مش عاملين حاجه ترتيب عالمي ولا حاجه خاصه بمصنع معين، بس كل مصنع بيحط بقى البيانات بتاعته على الشارت ديت، وبيعرف ان هو ايه يحدد قوه المخاطر اللي عنده. عندنا دلوقتي في الريسك ديسكريبشن اول حاجه نتكلم عنها هو البايو فيلم فورميشن. طبعا اتكلمنا عن البايو فيلم كتير وبنعيد ونزيد فيه لانه اكبر مشكله بتقابل الناس في محطات الميه في الصناعات الدوائيه. طيب البايو فيلم احنا قلنا قبل كده هو ما بيحصلش فجاه، هو بيحصل على مراحل. اول مرحله
ان في ميكروبس قدرت ان هي توصل للسطح الداخلي مثلا بتاع معده معينه او المواسير. بعد كده بتبدا ان هي تلزق في السطح ده، وبعد كده تبدا ان هي تفرز ماده لزجه اسمها الاي بي اس. الماده دي بتحمي البكتيريا دي وتخليها تقدر تكون مستعمره مستقره ومحميه، وما تخليهاش تتاثر بالتعقيم. مع الوقت بقى اجزاء البيوفيلم دي ممكن تنفصل عن المستعمره دي وتتحرك مع الميه، وتلاقي عندك ارتفاع مفاجئ في العد البكتيري. وده بيحصل معانا كتير، ان احنا مثلا ممكن ناخد عينات كويسه وفجاه نلاقي النتيجه مرتفعه جدا. علشان ايه؟ حجم البيوفيلم الموجود بدا ان هو يتحرك جوه الميه. التخلص من البيوفيلم ده بقى من اصعب الحاجات اللي ممكن تقابل اي حد في مجال معالجه الميه. ليه بقى؟ علشان هو اصلا ما بيظهرش بسرعه، ما بيظهرش غير بعد ما المشكله نفسها بتكبر. فالمشكله فالبايوفيلم بيبقى خلاص استفحل وتوحش جوه المعدات، والتعقيم يعني ممكن يشيل اثاره، وبعد يومين نلاقي حصل عندنا عد بكتيري قوي، نعقم ويحصل عندنا مشكله تانية. فمشكله البايوفيلم من المشاكل الازليه يعني اللي هي صعبه التعامل معاها يعني. بس احنا طبعا لما بيحصل عندنا مشكله زي البايوفيلم دي طبعا لازم نعمل اول حاجه انفستيجيشن عشان نحدد مصدر المشكله. بنبدا بقى نشوف برامج التعقيم بتاعتنا، مثلا الاسلوب بتاع التعقيم. لو احنا بنعقم مثلا كيميكال، قادرين نعقم حراري، قادرين ان احنا نزود مثلا تركيزات، نغير المواد بتاعه التعقيم، نعمل كيميكال كليننج مثلا عشان نقدر نزيل الطبقه العضويه، نعقم على فترات قريبه عشان نكرر الدوره ديت ونحسن من اداء الشبكه. لو طبعا عندنا مشاكل زي ديد ليج او مشاكل ستاجنيشن او حاجه، المفروض طبعا ان احنا نبدا ايه، ان احنا نعالجها. المهم ان احنا في الاخر ان شاء الله بنقدر ان احنا نوصل لترندز معينه كده علشان خاطر نتعامل مع مشكله البايوفيلم في اللوب. تاني حاجه عندنا هي الانتوكسين. طبعا واحنا قلنا قبل كده الانتوكسين هو جزء من الغشاء الخارجي للبكتيريا، اللي هي الجرام نيجاتيف، او بيسموها ال بي اس. والبكتيريا الجرام نيجاتيف ديت هي مهمه جدا في انظمه الميه، لان انواعها كتيره، منها اللي بيقدر يعيش في اي بيئه زي السودوموناس. وخطوره البكتيريا ديت ان هي ممكن تسبب استجابه حراريه او التهابيه عند دخول جسم المريض، يعني دي اصلا بكتيريا قاتله زي ما بيقولوا يعني. وعشان كده هي لو موجوده في اي برودكت بيعمل مشكله كبيره طبعا. طيب هو لو الميكروب مات الخطر انتهى؟ قلنا برضو لا، لان لو الميكروب مات وفي انتوكسين في الميه، فالانتوكسين دوت ممكن يعمل لي مشكله برضو في المنتج النهائي، خصوصا في الدبليو اف اي ووتر. طيب في سؤال مهم، هل اليو في بتقدر تشيل الانتوكسين؟ والاجابه هي لا طبعا. احنا من اليو في ما بتقدرش تتعامل مع الانتوكسين. اليو في بس ايه زي ما قلنا بتقتل البكتيريا، لكن هي ما تقدرش ان هي تشيل الانتوكسين. الخطر الثالث عندي اللي هو الميكروبيكال اكسكيوشن دوت، ان العد البكتيري يزيد ويخرج عن النطاق الطبيعي اللي انا عامل له اليرت ليفل مثلا عندي في البروفايد ووتر، ويعدي الاكشن ليفل، ويبدا ان انا بتعامل مع عد بكتيري كبير. فطبعا براجع اجراءات بقى الاس او بي الخاصه بالتعقيم، واشوف انا اقدر اعمل ايه مع الجزء دوت في السيستم يعني. طيب ايه اللي يحصل لو انا مثلا، او ايه اول تصرف انا ممكن اعمله لو لقيت ان العد البكتيري عندي عالي؟ طبعا اول حاجه الناس بتعملها ان هي بتعمل اعاده للعينات. يعني انا اخدت بقى عينه فاقول لا خلاص انا ايه، انا والله العينه فيها مشكله، فاعيد العينه تاني عشان اطمن على فعلا هل المشكله من العينه ولا هل المشكله من الميه نفسها. بس انا لحد حتى ما اعيد العينه ديت انا المفروض اول حاجه اعمل انفستيجيشن للموضوع ده، اراجع طريقه ازاي باخد العينه، هل انا بطهر نقطه الاستخدام، هل بعمل فلاشنج في زمن محدد، هل العبوه ووسيله النقل مناسبه، هل حصل تاخير قبل التحليل، مراجعه البيئه وطريقه الاختبار، تحديد نوع الميكروب، مراجعه نتائج كل النقط، مش النقطه مثلا اللي حصل فيها المشكله بس،
مراجعه برامج التعقيم، هل اتعملت في مواعيدها، هل كانت نتيجتها كويسه، هل اتعملت في الوقت المحدد بتاعها، ابص على الترندات لو عندي ترندات على الشاشه للحراره، اتاكد ان الحراره وصلت للدرجه اللي انا بقتل فيها البكتيريا. طيب احنا بعد ما صممنا النظام وركبنا كل المعدات وشغلنا الميه ولقينا الدنيا تمام والعينات مطابقه، احنا هنا بقى نقدر نقول ان النظام ده فاليديشن. يعني كده خلاص اقدر انتج ميه وادخل الميه دي في الصناعه الدوائيه. يعني هي لا اصب يا باشمهندس، لا ما تصبش، يعني هي خلاص طلعت اول مرحله والعينات تمام وكل حاجه، بس انت محتاج بقى تاخد ريست كده وتبدا تعمل الكواليفيكيشن بتاعتك. فاحنا النهارده هنتكلم عن فكره الكواليفيكيشن، او سريعا كده هنتكلم عن انواع الكواليفيكيشن اللي بتتعمل في محطه الميه. طبعا احنا عندنا في السلايد هنا بنتكلم اول حاجه على الاي كيو. لا، هو اول حاجه احنا المفروض بنتكلم عنها يعني هي الدي كيو. هو الدي كيو اللي هو الديزاين كواليفيكيشن، اللي هي الاس او بي اصلا، او اليوزر ريكويرمنتس، اليو ار اس، اللي الشركه او الاستشاري طلبها عشان نعمل محطه ميه. واللي فيها بقى بيحدد الطاقه الانتاجيه والاستهلاك ودرجه حراره التشغيل ونوع التعقيم ومستوى الاوتوميشن بتاعي، كل حاجه بقى ايه بدايه من التصميم يعني. بعد كده ببدا اخش في مرحله الاي كيو اللي هو الانستليشن كواليفيكيشن. طيب السؤال الرئيسي، اللي النظام اللي احنا وردناه ده طبقا للدي كيو، هل هو تركب طبقا للتصميم والمواصفات المعتمده ولا لا؟ فانا براجع التركيب، اشوف بقى هل احنا ركبنا الدنيا تمام. براجع البي اند اي دي فيريفيكيشن، اشوف المعدات، اتجاهات التدفق، المواسير، المقاسات، المحابس، الاجهزه، الكنترول بتاعي، السامبل بوينت، الدرينز. الاي كيو لازم يتعمل على كل حاجه ركبت في المحطه عشان اطمن ان هي مطابقه للمواصفات. فباخد مثلا على سبيل المثال لازم اراجع كل الماتيريال سيرتيفيكيت ال 3.1 بتاعه الاي ان ال 10 20 4 بتاعتي. اشوف الباتش والهيت نمبرز والاختبارات والتركيب الكيميائي، كل حاجه ليها علاقه اليوتيلتيز كونكشن بتاعتي، هل هي تمام مطابقه لمواصفات الهيجين، مطابقه للجي ام بي، الكاليبريشن بتاعه الانسترومنتس المهمه كلها متوضح فيها التاج نمبر والكاليبريشن والرينج والاكيورسي، الويلد انسبكشن، الباسيفيشن فيريفيكيشن. كل الحاجات دي بتندرج تحت جزء بتاع ايه الانسترومنت كواليفيكيشن. الحته الثانيه الاوبريشن كواليفيكيشن. الاوبريشن كواليفيكيشن اللي هو الاو كيو. طيب خلاص احنا اثبتنا ان النظام ده ركب صح ودنيته تمام، والنظام ده هيشتغل بقى بطريقه صح ولا لا. ده من الاوبريشن بنبدا نراجع الالارم تيستنج. يعني مثلا لو عندي الكوندكتيفيتي بعد الاي دي اي زادت، ايه اللي ممكن يحصل؟ هل الالارم هيظهر؟ هل الميه مش هتروح لتانك البي دبليو، هتروح للدرين؟ هل الالارم ده هيظهر على الاتش ام اي وهشوفه؟ هل هيتسجل الوقت والقيمه بتاعته كانت قد ايه؟ هل المستخدم هيعمل اكنولج للالارم دوت؟ يعني مش كفايه ان يبقى عندي الارم بس لازم يبقى كل حاجه موجوده. الحاجه الثانيه هي الانترلوك تيستنج. الانترلوك تيستنج ديت هي الاجراء الالي بيمنع التشغيل الخاطئ وبيحمي النظام. يعني هو تعريفه كده بالظبط، يعني هو اجراء الي يمنع التشغيل الخاطئ ويحمي النظام. زي ان انا مثلا امنع تشغيل ترمبه البروفايد ووتر لو تانك البروفايد ووتر فاضي مثلا بقى وصل لمستوى اللو، فوقف الترمبه دي اوتوماتيك. ان انا مثلا اوجه الميه بدل ما تروح على البروفايد ووتر ترجع مثلا لتانك السوفت لو حصل ان الكوندكتيفيتي زاد. دي كلها بنسميها الانترلوك تيستنج. طيب عندي بعد كده الاوبريشن رينج كونفirmation. طيب ازاي بقى بنختبر النظام في النطاق المتوقع؟ يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي معدل تدفق، عندي ضغوط تشغيل، عندي درجات حراره، عندي انتاج للار او، عندي استجابه مثلا الدرايف، السبيد درايف، الفاريبل سبيد درايف، عندي نقط الاستخدام. انا بقى بختبر كل الحاجات ديت ان النظام بيشتغل في الظروف العاديه وتحت التحكم بتاعي، يعني قادر ان انا ايه اتحكم فيه. طيب اللي بعد كده عندي الفيل سيف مود. الفيل سيف مود بقى معناه ان النظام لو حصل له عطل
ازاي يوصل للوضع الاكثر امانا، يعني ازاي اوصل لوضع امن في حاله ان حصل مشكله، حصل فيل عندي في النظام، ازاي اوصل للوضع الاكثر امانا للنظام. يعني مثلا على سبيل المثال انا عندي جهاز كوندكتيفيتي، الاشاره بتاعه ال 24 ملي امبير بتاعه الجهاز ديت فصلت، فدلوقتي بقى البي ال سي مش شايف الكوندكتيفيتي بتاعه السيستم، هو شايف دلوقتي جاي له رمز الشباك كده قدامه، مش شايف الكوندكتيفيتي اريا كام. فهو على اي اساس هياخد اكشن؟ هل هياخد اكشن ان هو ينتج زي ما هو بينتج الميه، ولا يوقف السيستم او يرمي على الدرين او كده؟ فهي ديت الفيل سيف مود، اللي هي فكره ان انا لو حصل عندي مشكله في معده معينه او في جهاز معين، ايه امن اكشن السيستم يقدر ياخده اوتوماتيك، زي ان الكهرباء تقطع، زي ان الهواء المضغوط يقطع، زي ان يحصل فقد الاشاره، يحصل فشل اتصال بالبي ال سي، التيار مثلا جه ورجع. الحاجات دي كلها هي اللي احنا بنتكلم في الفيل سيف مود، ايه انسب او امن حاجه ممكن النظام يعملها لو حصل مشكله من المشاكل دي طبعا كلها بتختبر في الجزء دوت من الشغل يعني. بعد كده عندي الاس او بي فيريفيكيشن، وانا بعمل الاو كيو لازم اكون اجراءات التشغيل والصيانه كلها واخد العينات والتعقيم والحاجات دي كلها انا عاملها اس او بي، انا مجهزها علشان ادخل المحطه خطه الفاليديشن بتاعتي، وادرب الناس اللي مشغلين بتوع المحطه على الاجراءات دي، عشان لما اجي اشغل النظام اقدر ان انا اختبر الاس او بيات دي. بعد كده عندي الامرجنسي ستوب سيتنج، طبعا ده اللي هو نظام الطوارئ، ان احنا لو حصل مشكله فجائيه مثلا، الميه وقفت فجاه، حصل مشكله في التعقيم، درجه الحراره زادت قوي مش عارف ايه، فبيحصل ايه؟ امرجنسي ستوب، بيوقف النظام بالكامل علشان خاطر اطمن ان ما يحصلش مشكله، مثلا حاجه تبوظ، حاجه تضرب، ضغط يعلى، فبعمل ايه؟ نظام الامرجنسي ستوب او نظام الطوارئ، التوقف للطوارئ يعني. الجزء الخاص بعد كده بالكواليفيكيشن هو البي كيو، اللي هو البرفورمانس كواليفيكيشن. طبعا بعد ما ركبنا النظام صح واثبتنا ان التشغيل تمام وبتاع، انا بقى عايز اطمن ان النظام ده هيفضل شغال بنفس الطريقه دي، يعني انا فعلا بقى انا البرفورمانس بتاع السيستم او البرفورمانس بتاع المحطه هيفضل شغال بنفس النتائج ونفس الخطوات، وهيعمل لي كل اللي انا عايزه. فانا وهاخد منه عينات والعينات تبقى كويسه وبتاع، فانا بعمل حاجه اسمها البرفورمانس كواليفيكيشن. طبعا البرفورمانس كواليفيكيشن ديت اللي هي بيسموها الفيز 1 والفيز 2 والفيز 3، دي طبعا بتتعمل في كل السيستمز الجديده، خاصه محطات الميه يعني. فاحنا طبعا في فيز 1 مثلا احنا بنعمل سامبلنج مكثف جدا علشان ناخد من كل نقاط الاستخدام بشكل يومي، والنقط الحرجه والجنريشن والستورج والريتيرن. وفي نفس الوقت فريق التشغيل بيتعلم سلوك النظام، يعني كل سيستم جديد بيبقى يعني ايه غريب على الناس، فالناس بتبدا تتعامل مع السيستم وتفهم فين الاعطال، فين المشاكل، الدنيا بتشتغل ازاي، لما بيحصل مشكله ايه اللي بيحصل، السيستم بياخد اكشن ازاي. فالناس بتاخد على السيستم في فيز 1. تمام. طيب ايه اللي احنا بنعمله في فيز 1؟ زي ما بنعمل كل الريجليشن، بنتوعى كل قد ايه، عايزين نعمل مثلا باك ووش كل قد ايه، ايه القيم الطبيعيه للبارامترز المختلفه، ايه معدل التعقيم المناسب، ايه هي الاليرت ليفلز المبدئيه، بكون عارف اليرت ليفل لكل حاجه من خلال متابعتي للنظام في المرحله دي. بعد كده ببدا في مرحله الفيز 2. النظام قادر ان هو يكرر الاداء المستقر دوت ولا لا؟ يعني انا دلوقتي عملت الاس او بي ديت، هل بقى في المرحله ديت النظام شغال بطريقه روتينيه وبيكرر اللي هو بيعمله من غير مشاكل ولا لا؟ في الفيس 3 بقى في المرحله الثالثه طبعا بنقدر ان احنا نقلل تكرار السامبلنج، ناخد الحاجات الروتينيه، بنستمر في جمع المعلومات والبيانات لحد ما نطمن في الاخر ان السيستم شغال وبقى زي الفل. وبعد كده بعمل حاجه اسمها الورست كيس تيستنج دوت، ان احنا مثلا بنخلق ظرف صعب جدا او ظرف يعني ممكن ما يحصلش، بس هو اسوأ سيناريو اللي هو الورست سيناريو، وبنبدا ان احنا مثلا نشوف لو حصل ده ايه السيستم هيتعامل معاه ازاي. زي مثلا ان انا افتح اكبر عدد متوقع من نقط الاستخدام، اقلل مستوى الخزان لاقل حاجه ممكنه، اشوف ايه اقصى مثلا ابعد نقطه عن الشبكه مثلا العينات بتاعتها عامله ازاي،
لو انا عملت التعقيم اخرته ايه اللي بيحصل. فانا بشوف ايه اسوأ سيناريو ممكن يحصل واتعامل معاه. بعد كده عندي الشت داون والريستارت ستادي، دي دراسه بعملها عشان اشوف لو انا وقفت السيستم ورجعت شغلته تاني ايه اللي ممكن المشاكل اللي تحصل، ايه البروتوكول اللي السيستم بيتبعه، واشوف برضو ايه اقصى مده ممكن اوقف فيها السيستم. هل ان انا مثلا لو الكهرباء عندي قطعت يوم في المصنع انا اعمل ايه؟ هل هسيب الميه في المصنع في السيستم مثلا ولا لازم ادرنها كلها؟ ايه الاختبارات المطلوبه مثلا عشان ارجع اشتغل تاني؟ هل هعمل فلاش بس؟ هل هعقم بس؟ فكل دوت بيتعمل في حاجه اسمها الشت داون والريستارت ستادي. بعد كده الداتا تريندنج، بعد ما بجمع بقى النتائج ديت كلها ما بكتفيش ان انا عملت الكلام ده، طبعا لازم اقعد اجمع كل الكلام ده واحلل الترندات دي بالنوع الاختبار بقى والزمن والوقت اللي اتعمل فيه. وبعد كده ببدا اعمل اليرت ليميتس والاكشن ليميتس زي ما احنا ذكرنا قبل كده، ان انا عندي كل حاجه كل بارامتر في المحطه بعمل له اليرت ليميت، اللي هو زي الارم كده اللي بينبهني ان في مشكله بدات تحصل. والاكشن ليميت اللي هو ببدا عليه ان انا اعمل بقى ايه اكشن لو حصلت المشكله ديت او زادت عن الليميت المفروض ما تزيدش عنه يعني. باشمهندس بعد إذن حضرتك، اتفضل. كنت عايزة أعرف كل فيز مدتها قد إيه بلس السيزونال فاريشن اسسمنت، يعني إيه دور السيزونال فاريشن في محطة المية؟ طيب هو احنا المدد بتاعت طيب هو تقريبا احنا فيز 1 بنعملها من اسبوعين لاربع اسابيع. ويعني فيز 2 تقريبا مده مقاربه يعني. وفيز 3 تقريبا بتقعد لمده سنه يعني تقريبا من بعد فيز 2. احنا بس هو هنأجل الاسئله للاخر عشان احنا بس يعني ايه محتاجين نكمل المحاضره عشان المحاضره فاضل فيها نص ساعه وعايزين نسيب وقت للاسئله للناس. فمعلش بس الناس تصبر على الاسئله شويه. هنتكلم دلوقتي عن انتاج الميه وتخزينها وتوزيعها والفاليديشن. اول حاجه احنا بنتكلم في تصنيع الاقراص. ناس كتير متخيله ان الاقراص منتج جاف وما بيخشش في الصناعات يعني الميه ما بتخشش في الصناعه بتاعته. لكن طبعا هو الميه جزء من صناعه التابلتس يعني. بتخش في صناعه الماده الخام او حتى في العمل المعجون بتاع اللي بيبقى في البرايندر يعني في البي دبليو، او حتى لو هو سائل بيتبخر اثناء التجفيف. بس هو موجود يعني في الفيلم كوتنج سوليوشن برضه نفس الكلام في الايكويبمنت كليننج. كل دوت خاص بالجزء بتاع التابلتس. طبعا في الجزء بتاع السيرب والاورال سوليوشن هو جزء مهم جدا بيخش زي ما قلنا 90 80% من المستحضر بيبقى ميه. بالنسبه للسي اي بي سيستمز طبعا كلين بليس احنا قلنا ان الكلين بليس دي بتستخدم الميه البروفايد ووتر في البري رينز مثلا، والدبليو اف اي في الفاينل رينز لو طبعا المعدات اللي بتعملها فاينل رينز دي معدات استراير. والايكوبمنت ووشنج اللي هي طبعا الوش باي، نقطه البروفايد ووتر لازم تكون موجوده في كل ووش باي عشان احنا نغسل بيها المعدات. وفي الاسترايل مانيفاكتشرنج طبعا عندنا في التصنيع العقيم دبليو اف اي هي تستخدم في تصنيع اكتر المنتجات العقيمه سواء باذابه الماده الفعاله او بتحضير حتى الفورميوليشن او بعمل الفاينل رينز للاسطح الحرجه يعني. وفي الاتش فاك يوتيليتيز في بعض المصانع بيحتاجوا في الكلين رومز في الهيوميديفيكيشن مثلا بيستخدموا البروفايد ووتر برضو في الايه
في الاتش فاك والكولين تاور. طيب بعد بقى ما عرفنا ازاي بنصمم النظام وبنعمل له كواليفيكيشن ونراقبه، لازم نتكلم عن الواقع. مفيش نظام بقى بيفضل شغال للابد من غير ديفيشنز او تغيرات في الاداء. وهنا بيجي دور الكابا. ايه الكابا باختصار؟ هي كوركتيف اند بريفنتيف اكشنز، يعني اجراءات تصحيحيه ووقائيه. الفرق ما بين الكوركشن والكوركتيف اكشن والبريفنتيف اكشن، قبل ما نشرح الحالات لازم نفرق بين 3 مصطلحات ممكن الناس تخلطهم مع بعض. اول حاجه الكوركشن هو تصرف سريع لازاله المشاكل الحاليه، يعني انا عندي مشكله حصلت فانا بعالج المشكله دي بسرعه جدا، فبعمل حاجه اسمها ايه؟ الكوركشن. الكوركتيف اكشن هو اجراء بيعالج السبب الجذري وبيمنع تكرار نفس المشكله. انا حصلت عندي مشكله فبعمل المشكله دي كوركتيف. تمام؟ مثلا لو عندي والبريفنتيف اكشن طبعا عشان نبقى كمان المصطلحات كلها، هو اجراء بيمنع حدوث المشكله المحتمله قبل ما تحصل، بعمل لها بريفنت، بمنعها. ده البريفنتيف اكشن. طب هندي مثال سريع كده. انا لو عندي مثلا مشكله مايكرو مرتفع وعملت تعقيم للنظام، ده كوركشن. انا حصل عندي بكتيريا زياده فانا عقمت، فانا كده عملت ايه؟ عملت كوركشن للموضوع العد البكتيري. لكن لو السبب عندي مثلا في المشكله دي هو الديد ليج، فانا لازم اعمل كوركتيف اكشن بقى، اعمل تعديل للمشكله دي، اشيل الديد ليج، يبقى انا كده عملت كوركتيف اكشن. ولو رجعنا باقي المصنع بقى واكتشفنا ان احنا عندنا كمان ديد ليجات في اماكن تانية غير المكان اصلا اللي كان حصل فيه الكاونت، فانا كده عملت بريفنتيف اكشن. كده انا منعت حدوث مشكله في مكان تاني اصلا بناء على المشكله اللي حصلت لي في المكان اللي حصل فيه العد البكتيري ده. وهنا يعني مدين كذا مثال. اول مثال مثلا ارتفاع التوك التي او سي اللي هو مجموع الكربون العضوي. لو حصل مثلا عندي توك اكسكيوشن اللي هي ارتفاع التي او سي عن المعدل الطبيعي، ما ينفعش مثلا افترض مباشر ان الار او محتاج سي اي بي مثلا عشان التي او سي زاد، لكن انا ببدا اشوف ايه هي الاسباب المحتمله تخلي التي او سي يزيد. زي مثلا ان انا عندي اورجانيك بريك ثرو في الاكتيف كربون مثلا، عندي فاولنج في الار او، عندي مثلا مشكله في البقايا بتاعه الكيميكال سنتريزيشن بتاعه الار او، حصل في ليكج من جاسكيت او من حاجه معينه من الترومبه مثلا، او ان حصل عندي نمو بكتيري، او حصل تلوث وانا باخد العينه. فكل دي انا بفترض الحاجات ديت عشان اوصل ان انا اعمل بقى الروت كوز. التصرف بقى اول حاجه اعملها ان انا مثلا مش هننظف الغشاء الاول ونعمل كونتيشن تقييم للكونتامينيشن، لا، ممكن نوقف استخدام الميه دي او نحولها حسب الاجراء يعني، ونحدد الفتره اللي ممكن تكون فيها الميه خلالها اتاثرت، ونحدد الباتش اللي استخدمت فيها الميه، ونراجع الاونلاين ترند بتاعتي واتاكد من صلاحيه القياس. بعدها بقى بعمل انفستيجيشن مبنيه على البيانات دي. طيب عندي بعد كده مثلا حاله زي ارتفاع الكوندكتيفيتي، يعني عشان هندي معلومات سريعه كده الحته ديت بس عشان الوقت. لو انا مثلا الكوندكتيفيتي عندي زادت، برضو بعمل نفس الكلام، يعني ببدا اعمل انفستيجيت اشوف هل انخفاض كفاءه الار او ده حصل مثلا بسبب دامج من اوكسيديشن، هل حصل بسبب سكيلينج او فاولنج، هل حصل بسبب ان في هاردنس بريك ثرو مثلا حصلت لي من السوفتنر، هل الاي دي اي هو اللي فيه المشكله. وابدا بعد كده اخد كل بقى البيانات اللي انا جمعتها ديت وابدا احط خطه للحل بقى. ابص مثلا اراجع الاي دي اي، والله انا عندي مثلا مشكله في الاي دي اي، فهل المشكله ديت مثلا من الكهرباء، هل المشكله ديت عندي من سبب الممبرينات، هل في مشكله في الممبرين بتاع الاي دي اي. منها بقى نقدر ان احنا ناخد ايه الاكشن دي. الجزء دوت بقى مهم جدا ان احنا نتكلم عنه، وهو الفيوتشر ترندز. بعد ما شفنا بقى انظمه الميه بشكلها التقليدي اللي احنا شغالين بيه، تمام، خلونا بقى نبص ايه هو مستقبل الميه في الصناعات الدوائيه.
يعني خلال مثلا الخمس سنين او العشر سنين الجايين ايه الحاجات اللي مثلا هتتطور في الحته دي؟ هل مثلا الار او والاي دي اي هيبقوا حاجه احدث وحاجه اقوى مثلا شغاله بالاي دي اي بالاي اي مثلا ولا حاجه، ولا ايه اللي ممكن يحصل؟ عندي جزء مهم جدا هيحصل له يعني تطور رهيب في المستقبل القريب ان شاء الله، هو الجزء بتاع الاوتوميشن. احنا عندنا محطات لحد دلوقتي بتشتغل مثلا بكلاسيك كنترول، وبتشتغل من غير ترندات ومن غير مثلا سنسورز معينه حاجه موجوده. الاوتوميشن بقى مستقبلا احنا هنعتمد اكتر على البي ال سي والسكادا في كل السيستم هيبقى طبعا فولي اوتوميتد بالكامل. احنا مش هنعمل حاجه يعني هنشيل العنصر البشري قدر المستطاع من الشغل، وهنخلي كل حاجه هتشتغل بشكل اوتوماتيك عشان نقلل زي ما قلنا كده الخطا الايه البشري. تاني حاجه عندي السمارت مونترنج. السمارت مونترنج هي مش معناها ان احنا هنحط حساسات كتير وخلاص، يعني ان احنا زي ما مثلا هحط حساس لكل حاجه، لا، بس لازم يبقى عندي رؤيه لكل جزء في السيستم، وكل جزء بيحصل فيه مشكله هقدر ان انا احللها عن طريق الترندات واشوف المشاكل بتاعتها. في حاجه بيسموها كده الصيانه التنبؤيه. الصيانه التنبؤيه ديت اللي هي مثلا انا قبل ما السنسور يبوظ ببقى عارف ان السنسور ده هيبوظ، قبل مثلا ما يحصل عندي مشكله في الحته دي ببقى عارف مثلا ان الاداء بتاع الترومبه انخفض. الحاجات ديت هتبقى اكتر في المونترنج بتاع المحطات في المستقبل، ان انا اقدر ان انا اشوف ايه المشاكل اللي هتحصل لي، وان انا اقدر اعالجها قبل ما تحصل اصلا. فده طبعا هيؤدي ان انا مش هعطل، وان الدنيا هتبقى احسن بكتير يعني. واحنا بنتكلم عن الريال تايم سنسورز، اللي هي احنا حاليا عندنا قياسات اونلاين زي الكوندكتيفيتي والتي او سي والتمبريتشر والفلوميتر مثلا والبريشر. طبعا احنا هنا هنبقى بعد كده عندنا كل السنسورز ديت موجوده في كل المحطات وفي كل الاماكن، مش هينفع ان احنا ما عندناش حاجه منهم يعني. طيب بعد كده عندنا بنتكلم عن حاجه اسمها الديجيتاليزيشن، اللي هي الجزء الخاص ان احنا هنحول الجزء الورقي لحاجه ديجيتالايز. كل حاجه هتبقى ديجيتال، ومتوقع يعني في القريب العاجل يعني ان شاء الله مش بعيد ان فهيبقى في سيستم خاص عالميا وخاص بكل منظمه صحه او كل مثلا هيئه رقابه دوائيه في بلد، ان هي هتبقى بتقدر تعمل مونترنج على المحطات بتاعه الميه في المصانع اونلاين. ان هو مثلا النهارده انا قادر ان الترندات بتاعه السنسورز كلها موجوده والحاجات دي كلها، فهيقدر يربط الكلام دوت على سيستم الكتروني، سيستم على الانترنت، ويقدر ان هو يتابع لو في مشكله حصلت في محطه في شركه دوائيه في العاشر من رمضان هو شايفها في هيئه الدواء، لو في مشكله حصلت في السادات هو شايفها خلاص بشكل يومي. الترندات هتبقى الموضوع اكتر اوتوماتيك، يعني الموضوع مش هيبقى ورق وبيتضرب وارقام بتتظبط وبتاع، لا خلاص هو الموضوع هيبقى في الاول وفي الاخر موجود كله اونلاين ومحدش بيتحكم فيه. فهيبقى الناس كلها الرقابه قادره ان هي تشوف اي مشكله بتحصل، فالمصنع مش هيقدر ان هو يخبي مشكله عنده. فدي هي ايه الجزء الخاص بالديجيتاليزيشن يعني. ودي طبعا بعد كده عندنا سنسبيليتي بقى اللي هي الاستدامه. ده بيتكلم عن تحسين مثلا الار او ريكفري، ان احنا نرفع الريكفري، يقلل كميه الريجكت مثلا، او ان احنا نعمل الحاجات دي كلها هتتعمل بشكل تلقائي. يعني مثلا لو حصل عندي مشكله في الار او فالنظام هيبدا ان هو يتعامل معاها بشكل تلقائي، ويدخل مثلا السيستم دوت في وضع ان هو يحل المشكله دي. وطبعا هنقلل بقى التعامل مع المواد الكيميائيه والحاجات دي. سادس حاجه هي التطور الرقابي، ان احنا عندنا زي ما قلت قبل كده ان الاجهزه الرقابيه نفسها بتتطور وهتبقى مربوطه بالانترنت، والريال تايم ريليز تيستنج دي اللي هي الار تي ار تي. كل حاجه هتبقى مراقبه، وهتبقى الانظمه كلها يعني ايه هيمنعوا الغش فيها، يعني اللي هو مش هيبقى سهل ان انت تغش او ان انت تخبي نتائج او ان انت تقول على حاجه مثلا ما حصلتش وهي حصلت يعني. طيب احنا كده يعني
ده اخر حاجه عندنا احنا، بس يعني هي رساله كده في الاخر. احنا عندنا بنتكلم عن جوده الميه في المصانع الدوائيه، هي بس مش مجرد ريكويرمنتس احنا لازم نحققها عشان نعدي تفتيش، مش مجرد ارقام. الكوندكتيفيتي والتي او سي والميكروبال كاونت بنكتبها في تقارير. الميه ممكن تخش بطريقه مباشره في تركيب المنتج وتستخدم في زي ما قلنا في الاي بي اي، او تكون لمست سطح معده قبل التصنيع. فبالتالي هي من اهم الحاجات اللي احنا لازم نهتم بجودتها في شركات الدواء. وزي ما احنا يعني بنقول دايما ان الدواء هو ميه وهواء. الميه اللي احنا بنتكلم عنها دي، والهواء اللي هو الاتش فاك، ودول اكتر عاملين مهمين جدا في الصناعات الدوائيه. طب الرساله الثانيه ان احنا جوده الميه ما ينفعش يعملها جهاز واحد بس. مفيش جهاز او كومبوننت واحد ممكن هو اللي توقف عليه جوده الميه. احنا قلنا في الاخر ان الار او لازم البري تريتمنت تبقى قوي علشان الار او يشتغل كويس، الاي دي اي محتاج ار او كويس عشان يعرف يشتغل. في الاخر محتاجين هما الاثنين سيستم توزيع وتانك ولوب كويسين عشان يقدروا يوصلوا المنتج دوت لليوز بوينت وللمعدات اللي بتصنع الباتشات بصيغه كويس. الرساله الثالثه ان احنا الحلول المتكامله اهم من شراء المعدات. احنا في ميديكس ما بنتعاملش مع مشروع الميه على انه مجموعه من معدات منفصله، ار او وخزان وطرمبه ومواسير. لا، احنا بنفهم العمليه نفسها. المصنع بينتج ايه، محتاج بروفايد ووتر، محتاج دبليو اف اي ووتر، الاستهلاك الفعلي البيك دامنت قد ايه، نظام الاستخدام موجود فين، استراتيجيه التعقيم اللي هو محتاج يعملها، ايه المتطلبات الرقابيه اللي المشروع لازم يحققها. وبناء على كل دوت بقى احنا بنشتغل المشروع يعني حل اند تو اند، يعني بدايه بقى من السيستم ديزاين، البراند اي ديز، اختيار المعدات، تصنيع الخزانات، لحد الوثائق والاختبارات الاي كيو والاو كيو والبي كيو، والتشغيل طبعا والدعم الفني والصيانه. وانا يعني احب اختم بجمله واحده تلخص يعني كل الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه ده، ان احنا في الصناعات الدوائيه الميه المطابقه يعني لا يتم اختبارها فقط في النهايه. يعني احنا مش بنبص ان احنا في الاخر ان الميه طالعه لنا كويسه. الميه المطابقه لازم تبدا من التصميم والحفاظ عليها خلال كل مراحل التشغيل والمراقبه. يعني احنا في الاخر بننتج حاجه على المدى البعيد، ما بننتجش حاجه ان احنا عايزين نطلع نتائج دلوقتي شكلها حلو والدنيا خلاص. بس فاحنا يعني يعتبر ده معظم الكلام اللي في البرزنتيشن. يعني سامحوني لو انا استعجلت او حاجه في بعض النقط عشان الوقت، واتمنى ان انا اكون فدتكم. وانا بشكر برضو شركه فارما برو ان هي ادتنا برضو المساحه والوقت والاودينس دول ان احنا نقدر نتكلم معاهم ويعني نستفاد زي ما احنا بنفيد. احنا والله في المناقشات والحاجات دي بنستفاد جدا من اللي الناس بتقوله لنا يعني. بس وقدامنا 10 دقائق كده، لو في اسئله بقى ممكن نسمعها يعني. من فضلك يا دكتور محمد. اتفضل. بالنسبة للديد ليج، تمام. تمام. طبعا هو ده المكان اللي ممكن يركن فيه المية، لأن هو كان فيه ممكن يبقى فيه جروف معين مثلا في اللوب أو كده. فهل بيكون ليه أبعاد معينة عشان يبقى اسمه ديد ليج، ولا هو أي مكان ممكن يبقى فيه ركن للمية فهو يعتبر ديد ليج؟ دي حاجة. الحاجة التانية اللي بسأل عليها برضو هي حتة الفالفز واليوزر بوينت. هل دي ممكن تكون ديد ليج ولا اليوز بوينت؟ اليوزر بوينت او الاماكن بتاعت الفالفز الديافرام، هل هي تعتبر ديد ليج ولا لا؟ طيب بص، هو الديد ليج طبعا هو ليه قانون يعني تقريبا ثابت احنا بنستخدمه، يعني اللي هو ال على دي اصغر من او يساوي 2 يعني. تمام. او اللي هي الرقبه بتاعه الديد ليج يعني تكون اصغر من او يساوي 2 دي، 2 دايمتر. يعني مثلا لو عندي ماسوره قطرها 2 بوصه وعندي حرف ت، ال 2 بوصه 50 مللي، ما ينفعش مثلا تقل عن 2 دي او ما ينفعش تزيد عن 2 دي. تمام. بس ده ال ماكس يعني. اليوز مش عارف بوينت، دي ولا 1.5. والله بصي هي يعني حسب النيك نفسها. يعني الريديوس دي تي
غير الاتجاهات اللي هي المتساويه، والافقي غير الراسي. انا ممكن انزل لكم بيبر بعد المحاضره كده على البتاع ده على الواتساب فيها التفاصيل ديت يعني. اوكي، ده بالنسبه لموضوع الدي. يعني هي كان زمان اصلا كان في جايد لاينز كان بتوصلها لحد 6 دي، بس هي الازمه بي اي في النسخه الجديده خلاص يعني نزل ريجريشنز مفصله لحته الديد يعني هي موجوده في الازمه، مش مشكله يعني. النقطه الثانيه اللي حضرتك كنت بتتكلم عنها اللي هي الخاصه بالزيرو ديد ليج فالفز. الزيرو ديد ليج فالفز ممكن تعمل طبعا ديد ليجات. يعني احنا عندنا انواع كتيره من الزيرو ديد ليج فالفز. يعني في ناس بتستخدم اللي هي اليوز بوينت مع محبس كوي بس، وبيعتبروا ان هو زيرو ديد ليج فالفز. الشاشه زفت معايا؟ زفت. ففي انواع محابس هي معتمده لفكره الزيرو ان المحبس نفسه ما بيكونش بيعمل ديد ليج. المحبس وهو مقفول ما فيهوش ميه راكنه. فده طبعا بيعتمد على ديزاين المحبس والشركات المصنعه. في محابس كتير بتبقى 3 واي ومش زيرو ديد ليج. يعني هي 3 واي فالفز بس مش زيرو ديد ليج فالفز. انت في اخر الميه اللي موجوده من خط اللوب لحد الديافرام معديه القيمه بتاعه الديد ليج، فبتعمل ركود في الميه. فاحنا لازم نكون يعني جايبين المحابس دي من اماكن معتمده، ويكون التصميم بتاعها صريح ان هو زيرو ديد ليج فالفز، مش مجرد 3 واي فالفز او مجرد ان هي ديافرام فالفز. تمام. تمام يا فندم، الف شكر. مهندس سؤال لو سمحت بس. اتفضل. لو انا بعمل هيت سانيتايزيشن كل انترفال معين وعايز اكستند الانترفال ده، هل في ريكومنديشن لانترفال معين او في حاجه ممكن اعملها تاني غير الريسك اسسمنت عشان اكستند الانترفال ده؟ بص يا حاج، ما هو التعقيم، هو كل مصنع بيعمل التعقيم دوت طبقا للفاليديشن اللي هو بيعمله. فانت انت لازم تعمل فاليديشن لللوب عندك اللي هو الريسك اسسمنت بتاعك. هتعمل فاليديشن وتشوف انت العد البكتيري بيزيد كل قد ايه. في ناس بتعقم كل اسبوع، في ناس بتعقم كل شهر، في ناس بتعقم كل 6 شهور. هي في الاخر دي فاليديشن خاصه باللوب عند حضرتك. يعني انت دلوقتي احنا عملنا فاليديشن وبدا العد البكتيري مثلا، عملنا اليرت اكشن مثلا وبدا الاليرت يظهر معايا بعد اسبوعين مثلا. فانا لا خلاص، انا بعد مثلا 7 ايام، بعد 8 ايام هبدا، 10 ايام مثلا قصدي، هبدا ان انا اعقم قبل الاليرت ما يحصل. بس فانت عندك مثلا انت بتعقم دلوقتي كل اسبوعين والدنيا عندك كويسه، فانت عايز تعقم كل شهر. اعمل بقى ريسك اسسمنت لده. والله شوف ما تعقمش مثلا كل اسبوعين، وابدا شوف العد البكتيري هيزيد عندك مثلا بعد 3 اسابيع، بعد شهر، بعد 50 يوم. خلاص انت بناء على الريسك اسسمنت اللي انت عملته ده هتعمل فاليديشن جديد، ريفاليديشن للموضوع بتاع التعقيم. تمام. تمام يا باشمهندس. سؤال تاني بس معلش. دوزنج الكلور في بري تريتمنت ستيج، هل في ريكويرمنت اللي هو لازم الدوزنج دي تبقى اوتوماتيك ولا مانيوال عادي؟ بص، هو يفضل طبعا ان اي حاجه في المحطه تبقى اوتوماتيك يعني. ليه؟ لأن برضه في الاخر انت الميه اللي جالك من البلديه مش ثابته الكلور، صح؟ يعني انت مش ضامن ان الميه اللي جالك من البلديه دي مثلا الكلور بتاعها دايما 2 بي بي ام مثلا، ولا دايما 1.5، ولا دايما 1. ممكن الميه تيجي لك من البلديه في اوقات عاليه جدا، فانت بتحقن كلور كمان، فتبدا انك تهلك المعدات بتاعتك، تهلك الريزن بتاع السوفنر، وممكن الكلور يعدي يوصل للار او وحاجات كتير. لكن انت بتزود اصلا نسبه الكلور اللي جايه زياده، يعني الكلور جاي لك عالي، فانت بتحقن اكتر من الكميه الموجوده. الحاجه الثانيه ان انت عندك السيركيوليشن بتاع البري تريتمنت. لو انت ما بتنتجش مثلا، فالميه مع الدوران الكلور فيها بيقل، فبيقل عن الطبيعي، فممكن تحتاج تزود حقن عن الطبيعي اللي انت بتحقنه. فطبعا الافضل ان كل حاجه تبقى كنترولابل يعني.
وخصوصا زي ما قلت لك عشان موضوع الميه البلديه مش دايما بتيجي بنفس النسب. تمام، بس حتى ده لو انا عندي او ار بي قبل الار او وعامل له مونيتورنج وكنترول وبيسمع عندي في الالارم بتاع الاسكادا، هل ما هو مش ده ماشي، ما هو برضه الاو ار يعتبر بي ده، كنترول؟ ما هو الاو ار بي دوت ما هو انت معنى ذلك ان انت عندك حاجه اوتوماتيك اهي. يعني الاو ار بي ده هيفصل ترومبه الحقن، يعني هو هياخد اكشن، هيفصل ترومبه الحقن ديت لو الكلور عالي، ولا انت معتمد ان المشغل هيشوف هيروح يفصل؟ ما ده اللي احنا كنا لا، بنتكلم عليه، فكره تقليل الخطا البشري. انت دلوقتي مش فهمت موجود في حضرتك. المحطه بالليل والكلور جه عالي من البلديه، بيعملوا تعقيم في المحطه بتاعه الحكومه وضخوا كميات كلور كبيره جدا، والكلور جالك 3 بي بي ام، وانت بتحقن كمان بتوصل الكلور ل 4 بي بي ام بس، فانت كده بتهلك تمام، السيستم بتاعك وانت مش شايف. فهمت حضرتك. تمام. تمام يا استاذنك بس. باشا. طيب تمام، السؤال مفيش مشكله، الحاجه اللي كاتبه تمام، اتفضل. بيقول هل يمكن استخدام الاوزون في التعقيم، وما هي المده الزمنيه لاستخدامه؟ بص، هو الاوزون معروف طبعا ان هو من المعقمات القويه جدا، ويعني الجايد ما منعش استخدام الاوزون، بس احنا عارفين طبعا ان الاوزون كغاز الاو 3 ما بينفصلش بسهوله. يعني حتى هم بيعقموا ميه الشرب بيقولوا مثلا فتره ساعتين ولا مش عارف 6 ساعات لحد ما يحصل ان ذرات الاكسجين تنفصل عن بعضها، عشان بتعمل مشكله او تعمل توكسيك في الميه يعني. ف والله خلال 15 سنه شغلي في الدواء، يعني انا ما شفتش غير مصنع واحد اللي كان بيستخدم الاوزون في التعقيم، لكن في العادي يعني الناس ما بتستخدموش الصراحه، يعني وانا ما برشحوش، لكن الجايد ما بيقولش لا. يعني عادي، انت لو تقدر ان انت تكنترول عليه استخدمه، مفيش مشكله. باشمهندس معلش عندي سؤال على السريع. اتفضلي. انا لو عندي تانك سيتي ووتر، تمام، محتاجة اعرف ايه نسبة الكلورين اللي مسموح ان هي تكون موجودة في الاناليسيس بعد ما اعمل له كلين مثلا. ايه الليميت بتاعي او ايه الجايد اللي انا ارجع له عشان اعرف اجيب الليميت المظبوط، وكمان اعرف التوتال مايكروبيال كاونت ليميت، واعرف البي اتش والكوندكتيفيتي ليميت. لو دبليو اتش او. دبليو اتش او. طب دبليو اتش او هل انا في ذكرت جايد؟ الدبليو اتش او. في الدبليو اتش او انا حاطط في السلايد، هتلاقي نزل لكم بعد المحاضره على طول السكشن اللي في الدبليو اتش او اللي بيتكلم عن الميه الدوائيه. طيب حضرتك انا ممكن. هنتظر من حضرتك الجايد ده على الجروب ضروري عشان انا محتاجاه، يعني كنت بدور حاضر. فما وصلتش لحاجه. انا متهيألي هي لا بتسأل لا. على بس السيتي ووتر يا تحديدا باشمهندس. السيتي ووتر، يعني ما الميه هو اللي داخله على محطه على المحطه، يعني الميه اللي داخله على الممبرينز وعلى الاناليسيز نفسها. بصي، يعني انا هديك هو الموضوع موجود في الدبليو اتش او، هبعت لك الريفرنس بتاعه. بس هو تقريبا بيبقى حوالي 2 بي بي ام كلور اللي داخل على من الرو ووتر. تمام. مم. وهو بيستهلك في المالتي ميديا وفي السوفتنر، وبيوصل لحد السوفت ووتر تانك مثلا حوالي 8 من 10 7 من 10 كلور بي بي ام يعني. وبعد كده احنا بنشيله طبعا لو ما عندناش كربون يعني بنشيله بالحقن صوديوم ميثايل سلفيت، بنوصله لزيرو بي بي ام بقى عشان يخش على الارو. وهبعت لحضرتك الجايد بالظبط من الدبليو اتش او اللي فيه التفاصيل ديت يعني. طيب تمام يا باشمهندس، شكرا جدا لحضرتك. عفوا حضرتك. ألف شكر يا هندسة، وألف شكر لوقتك، الله يخليك. وربنا يجازيك خير. وهننتظر من حضرتك البرزنتيشن، وأي حاجة حضرتك عايز تبعتها ممكن تبعتها لي وننزلها على الجروب على طول إن شاء الله. باذن الله على طول ان شاء الله، ويعني ربنا يخليكم. يعني لو شكرا انا جدا لوقت غلطت في حضرتك. حاجه فسامحوني وان شاء الله خير. إن شاء الله منتظرين كمان المحاضرة التانية السبت الجاي إن شاء الله. باذن الله، باذن الله، مستر عبد الرحمن يبقى معاكم ان شاء الله السبت الجاي. شكرا يا هندسة، ألف شكر لك. الف سلامه. الله يسلمك. سلام عليكم.